سجلت في سلته 385 نقطة في 5 مباريات سابقة، فيما طبعا نادي بيروت اللي ب5 مباريات سابقة سجل 417 نقطة وسلته تلقت 380 نقطة. الحكم الدولي السوري وسام زين، لجاستن كحكم ثاني، ومحمد ريان الحكم الدولي المصري بطبيعة الحال. كل التوفيق للفريقين. سفير كرة السلة التونسية الافريقي، العقلية الجميلة بالباسكتبول، المنظومة الكبيرة على مستوى الرياضة، ونادي بيروت بطبيعة الحال. المباراة راح تبدا. هاجنز مع تري جاكسون هيد تو هيد، والمرناوي مع الاول بوزيشن بالجيم. امامنا واحد من نجوم هالبطولة بطبيعة الحال، وهذا المايسترو المرعب جدا اللي اسمه عمر عبادة. الكرة عند مين؟ عند الافريقي. اليوم الافريقي بالقمصان البيضاء وبيروت بالقمصان الحمراء، وعلى فكرة الافريقي ايضا بيلعب بالقمصان الحمراء. وهذا جوهر الجوادي بيعطي الكرة عند عمر عبادة. عمر بياخذ كرة على الثري الضايعة. هاجنز على اول اوفنسيف ريباوند. حمودة عمر باك تو باك على الثري، كرة كمان ضايعة. 0 من 2 للافريقي على الارك. شوف الان القتالية والاوفنسيف ريباوند. طبعا لما نشوف الاوفنسيف ريباوند بهالطريقة نادي بيروت لازم نعرف انه في مس ماتش. شو يعني؟ يعني في مس ماتش وعلى مستوى الاحجام، على مستوى الطول، لانه نادي بيروت ما عنده سنتر بطبيعه الحال. نادي بيروت اللي عم بيفتقد ل اي جي انجلش، والنادي الافريقي ياتي باول ثلاثيه، لكن ورانا 3 متابعات هجوميه بهجمه واحده. اول ثلاثيه للافريقي، والافريقي بالمناسبه بهالبطوله مسجل 53 ثلاثيه، واكيد بطبيعه الحال من اصل 149 ثلاثيه. يا ريت زميلي ياسر كمان يفتح علينا الصوت شوي ويعطينا اجواء. 3 نقاط مقابل لا شيء. كانت الامور جيده مع البدايه. عموما الكره عند تري جاكسون عند ابو سمره، بياخذ له كره على 3 نقاط. واجو ابو سمره واحد من الهدافين الكبار واللاعبين الكبار مع بيروت بهذه البطوله، عم بفرجينا كمان ثلاثيه حاليا. ايضا هاجنز عم بيسجل 5-3. ما بعرف مخرجنا محمد الكتبي. عموما 5 مقابل 3، دقيقة ونصف. عموما كرة عند هاملتون، كرة ضايعة. عمر عبادة على الريباوند. إذا مباراة إن شاء الله بنستمتع إحنا وياكم فيها بطبيعة الحال. هذا حمودة بيحاول يروح على الباسكت، وحمد حديدان صاحب 40 سنة ما زال عم بيجوهر بموسمه رقم 23 مع فريق الأكابر، مع الكبار، وهو لاعب كبير وتاريخه كبير وسيرته كبيرة بطبيعة الحال. الأفريقي عم بياخذ الأفضلية 7 مقابل 3. الكرة دائما عند مروان زياد. لمين؟ لتري جاكسون. الجمهور الافريقي اللي عم بيكون حاضر بهالقاعة من اول البطولة لاخر او اليوم قبل الاخير، وهذا تري جاكسون عم بياتي بثلاثية. نرجع. أسامة المرناوي. أسامة بيحاول يروح على الباسكت. هذا أسامة المرناوي على الباسكت. مش معقول شو حريف يا رجل، ما شاء الله عليك، رائع جدا. واحد من أهم لاعبين الباسكت بول عربيا. عم بيسجل الدولي التونسي أول باسكت له بالجيم. 9 مقابل 6 محاولات. وهذا هو داني هاملتون. داني بيعطي الكرة عند جوي زلعوم، بياخذ له كرة على 3 نقاط. حتى جوي بهالبطولة عم بيأدي بطريقة ممتازة. إذا كما توقعنا بداية قوية نادي الافريقي على نادي بيروت اللي بيغيب عنه اي جي انجلش بهالمباراة للإصابة. الكوتش جاد الحاج وفريقه نادي بيروت عامل قصة كبيرة بطبيعة الحال بهالبطولة أيضا. إذا الكرة على السايد لاين. كرة عند جوهر الجوادي صاحب أول باسكت بالجيم. كرة ضاعت. جوي زلعوم على الريباوند. الكوتش جاد الحاج قلت وصل بفريقه نادي بيروت بأقل خلينا نقول الإمكانيات. حاليا جو أبو سمرة بياخذ كرة على 3 نقاط. نعم بأقل إمكانيات بطبيعة الحال، لأنه ما عنده أي لاعب دولي، والإفريقي بيوصل بكل الإمكانيات حاليا لدور النصف النهائي. لكن هنا كرة فيها تورن أوفر. الحكم بيأتي فاول على جوهر الجوادي، الحكم الدولي السوري وسام زين. هذا هو داني هاملتون. داني هاملتون واو، روعة 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 هالكرة بين داني هاملتون وتري جاكسون. وتري جاكسون عم بيستعرض بصلة الافريقي بنقطة ال5 بالجيم.
هذا وجوي زلعوم 11 مقابل 8. الآن الصوت صار عندنا أفضل ونتابع المباراة معكم مشاهدينا الكرام. هالمباراة تأتينا بصوت أو بكاميرات المخرج الرائع محمد الكتبي وكل فريق العمل. الكرة عند عمر عباد. عمر بيحاولوا على الباسكت. عمر تمريره دائما عند جوهر الجوادي بياخذ الكرة على 3 نقاط. عطله واو ما اروعك ما احلاك ما اجملك. مش معقول شو لعيب مش معقول شو لعيب. والافريقي بياتي بثلاثيه الثاني بالجيم. قلت النادي الافريقي بهالبطوله سجل 53 ثلاثيه من اصل 149 بنسبه 35%. بالنسبه لنادي بيروت بهالبطوله ورانا كمان 61 ثلاثيه من اصل 184 بنسبه 33%. 14 مقابل 8. افريقيا عم بيتقدم. شوفوا هاللقطه الرائعه اللي عم نشاهدها على الاعاده لتري جاكسون. شو حلوه هالكره من تري جاكسون وتمريره حلو من داني هاملتون. عموما ريان هاشم بياخذ مكان جوي زلعوم على ارض الملعب. هذه اول المباريات في دور نصف نهائي. منتخب الامارات راح يقابل الاتحاد الليبي بعد هذه المباراه في تمام 8. ابرز مسجل للنقاط لغايه الان بالنادي الافريقي. النادي الافريقي مسجل ثلاثيتين من اصل 5 نسبه 40%. وكمان بيروت مسجل ثلاثيتين من اصل 5 لغايه الان. هذا هو تري جاكسون بيحاول يسجل. رائع جدا. تري عم بيخترق وعم بيسجل نقطته السابعه وعم بيلعب مباراه كبيره لغايه الان. تري جاكسون بالمناسبه تري جاكسون عنده افريج 15 بوينتس بكل مباراه ومش معدل كبير لكن اليوم عم بيوصل نقطته السابعه وهذا رقم جيد لغايه الان. عموما الكره وين عند حمود حديدان. كرة على 3 نقاط على 3 نقاط. ثالث ثلاثيات الافريقي من الجيم. لمين عارفينه؟ اسامه مدهش مرناوي. هذا تنادي اسامه مرناوي؟ لا ما تنادي اسامه مرناوي. نادي اسامه مدهش مرناوي. اسامه مرناوي بالبطوله عنده معدل 18.2 نقطه بكل جيم 4.6 ريباوند و3 تمريرات حاسمه. حاليا بيسجل نقطته الخامسه. هاملتون بيحاولوا على الباسكت. هاملتون بيضيع. الريباوند عند جمال هاجنز. جمال هاجنز عم بينشط في المباريات الاخيره وعم بيفرجينا ليفل اعلى. حاليا عم بيحصل سادس ريباوند له بالجيم بعد مرور اقل من 6 دقائق. جوهر ترددت فيها. الجوادي راح على البيس لاين. جود جوب. مش معقول شو حريف مش معقول شو حريف. والافريقي عم بياخذوا الافضليه في المباراه ب 9 بوينتس ليد. الافريقي عم بيضرب في الربع الاول وجوهر الجوادي عم بيكون توب سكورر الجيم ب 8 بوينتس. الكوتش جاد الحاج اليوم عم بيفتقد لاعبه الامريكي اي جي انجلش فيما طبعا الافريقي عم بيفتقد مايك ديكسون. وامامنا الجمهور الافريقي اللي بيجنن على ارض الملعب. الروعه جمهور الافريقي. ثلاث ثلاثيات الافريقي في المباراه مشاهدينا الكرام من اصل 6 محاولات ونسبه 50%. 2 من 5 لبيروت. الافريقي وبيروت لغايه الان ما ظهروا على الرميات الحره. الافريقي عم يفرجينا قوه كبيره على مستوى الريباوند وعم يفرجينا ايضا حضور كبير تحت الباسكت بنسبه 71%. 5 ثنائيات ناجحه للافريقي من اصل 7 فيما طبعا بيروت 2 من اصل 4 نسبه 50% بدون شك. على مستوى الريباوند الافريقي عنده 9 ريباوند اوريدي. بيروت عنده ريباوند 1. طب ليش ما عند بيروت ريباوند اكثر؟ لانه ما في كرات ضايعه. نسب الافريقي عم بتكون عاليه جدا على الشوتينج. عم نتكلم عن نسبه 71% بالانسايد 50% على 3 نقاط. مور اوفر النادي الافريقي عزيزي المشاهد عم بفرجينا 4 متابعات هجوميه. فيا دوب نادي بيروت ما عنده الا ريباوند 1 بالجيم. هاملتون كرة عند جو ابو صبرا بياخذ الكرة على 3. مش معقول كمان انت نجم قادم لنادي بيروت هذا الموسم. لعيب عنده معدلات ممتازه وجو ابو سمره بيسجل نقطته السادسه بالجيم وهي ثاني ثلاثيه له في المباراه وهي ثالث ثلاثيه لبيروت. كل فريق سجل 3 بوينتس. المدهش مرناوي
أسامة مدهش. مرناوي أمام مين؟ أمام اللاعب الشاب ريان هاشم. مرناوي بالخبرة بيحاول يسجل. هاي كرة واو ضاعت، لكن المتابعة عم بتكون حاضرة والدنك عم بيكون موجود لجمال هاجنز. مش معقول هاللقطة، لكن خلينا نشاهد هاللقطة. بيحيز الباسكت او لا، بيحيز السله او لا. عموما جمال هاجنز بيسابع ريباوند له بالجيم، وحاليا الفارق بيتسع ل 8 نقاط. اداء مخيف جدا للافريقي، الافريقي مرعب، الافريقي حلو، والافريقي بيكسب فاول من ريان هاشم، وهذا خطا عادي يا جوهر، هذا ما بيوصل لان سبورتمان لايك فاول. امامنا حاليا الفارق عند 8 نقاط، لكن البيجست ليد اعلى فارق في المباراه بالنسبه للافريقي عند 19 مقابل 10. 19-10 هو اعلى فارق في المباراه. ماذا عن نادي بيروت؟ نادي بيروت ما تقدم ولا مره في المباراه. الافريقي عنده 5 متابعات هجوميه، بالمناسبه استفادوا من ال5 متابعات هجوميه ب5 نقاط لغايه الان، او البوينتس من السكند تشانس. مرناوي درايف على الباسكت، شو هالفينش يا رجل، خد قلبي يا المرناوي، مش معقول شو حريف. لا الحريف جوادي، لكن ما بيمنع انه المرناوي مدهش. نادي بيروت عم بيفرجينا الان هاملتون على الباسكت، حلو هالكره، لكن هذا القادم من البنش لوفي جان لوك مخلوف، واحد من اللاعبين كمان الشبان بنادي بيروت. قلت نادي بيروت ما عنده اي لاعب دولي، كان طبعا بيعتمدوا بالدوري اللبناني على 3 اجانب مع اللاعبين اللي عم بيحاول يبنيهم نادي بيروت للمستقبل. شوفوا هاي الكره، لا الكره بعيده والمتابعه عم بتكون رائعه، ما فيها اي شيء. جود جاب، برافو للافريقي، فارق 10 نقاط، هذا اعلى فارق في المباراه، 23 مقابل 13. مبلشين الجد نادي الافريقي، بنتمنى لهم التوفيق في بطوله البال هذا الموسم. عم بفرجينا الافريقي نخبه لاعبي المنتخب التونسي من اول البطوله، اذا بتتذكر قلت هذا دريم تيم، هذا الفريق بجنن. حتى قلت المباراه اللي خسروها امام نادي بيروت في الدور الاول، على اعتبار الفريقين تقابلوا في الدور الاول ونادي بيروت قدر يكسب 95 مقابل 83، وبالاوفر تايم قلت الافريقي عنده الكثير ما يقدمه بهالبطوله، وجمال هاجنز عم بيتطور شوي شوي بادائه وعم بيرفع الليفل عنده بطريقه ممتازه. اللاعب اللي عم بفرجينا حضور على مستوى الدانك، وعنده 4 نقاط 6 ريباوند، وحاليا اول بلوك له بالجيم. 23 مقابل 13. ريان هاشم، تري جاكسون، جامب شوت لتري جاكسون، نقطة العاشرة بالجيم بتضيع. الكوتش جاد الحاج ما عنده قلت حلول، غياب اي جي انجلش. هنا عمر عباده وريان هاشم عم يرتكب الفاول. هذا عمر عباده، واحد من اهم ما قدمت كرة السلة التونسية والعربية على مستوى صناعة الالعاب، بالقميص رقم 24. واحد من اللعيبة بيستاهل يكون واحد من اهم اللاعبين البطولة ان لم يكن افضلهم. 99 نقطة لعمر عباده. خلينا على اللاعب رقم 24، مخرجنا المبدع محمد الكتبي بيعطينا جو ابو سمر على مقاعد البدلاء، لكن لاعب رقم 24 هو المايسترو صاحب 99 نقطة، اللاعب اللي عنده 39 اسيست، شو كمان وعنده 9 ستيل، وشو كمان محب للقهوة كثير. نرجع، الكرة فيها زون ديفنس، ثلاثية للافريقي قادمة. بيروت عم بيدافع بطريقة ممتازة في الزون ديفنس. الكوتش جاد الحاج بيقدر كثير يغير دفاعات، وهذا المعروف عنه. الكوتش بيقدر يلعب بريس فول كورت، بيلعب زون بريس فول كورت، وبعض الاحيان بيقلب للمان تو مان بالهاف كورت، او حتى دفاع منطقه زي ما عم نشاهد حاليا، واجبر الافريقي على تورن اوفر. الكره عند جو زلعوم او جوي زلعوم. جوي مقدم كمان بطوله كبيره جوي زلعوم. الكره عند ريان هاشم. ريان المره الماضيه لعب بطريقه رائعه، وهذا فينش مش معقول، شو رائع يا ريان هاشم، حلو منك يا ريان. ولد من لاعبي المنتخب اللبناني على مستوى الفئات العمريه. ريان هاشم عم بفرجينا جريت ديفنس بعد ما سجل باسكت، ما في احلى من هيك. ريان بيعكس الكره عند جوي زلعوم، ثلاثيه رح نروح لتايم اوت المدرب الاسباني، لكن ضد تسجل، ضاعت. السيطر على الريباوند في مباراه اليوم للافريقي القادمين من باب جديد. كره عند عمر عباده الى المرناوي. بيروت بيقلب الديفنس حاليا للمان تو مان، لعب مره واحده الكوتش زون ديفنس، حاليا عم بيلعب مان تو مان الكوتش جاد الحاج. ريان امام مرناوي، شوف السكرين، هيثم سعاده على ارض الملعب. الان بيروت بدا بالعمل، بيروت بدا بالعمل، والجنوني القادم من مقاعد البدلاء بيرتكب اول بيرسونال فاول، اول خطا شخصي بالجيم. على مين؟ على اشرف الجنوني. شو اختلف في التشكيله الاساسيه بالنسبه للكوتش الاسباني؟ دفع بجنوني ودفع بهيثم سعاده. حديدان بالستارتنج 5، مرناوي بالستارتنج 5 طبعا، والمايسترو بالستارتنج 5، وريان هاشم على البنش. سلامات. جوي زلعوم، ابو سمره بيرجع على ارض الملعب. الكوتش جاد
عم بيجود بالموجود وحاليا تري جاكسون صاحب السفن بوينتس حاول يلعب 1-1. حمودة خبرة 23 موسم أجبر على تورن أوفر. عمر ملك التمريرات الحاسمة. جنوني خبرات كبيرة. مرناوي مدهش. وهيثم سعادة بدور على نفسه بهالبطولة. عمر صاحب 39 اسيست بالجيم. عمر صاحب 99 نقطة بهالبطولة. بيعطي اللاعب اللي بيلعب موسم رقم 23 مع الكبار مع الأكابر، وهو لاعب هاي كلاس. مش معقول شو لعيب يا حمود. حديدان بنقطته الخامسة بالجيم، والافريقي بيرفع الفارق ل 11. جوي زرعوم عم بيلعب بطولة كبيرة، وداني هاملتون تحت الضغط. 0 بوينت لهذا الامريكي. التعليمات حاضرة للجهاز الفني للافريقي اللي عاملين شغلهم امام اللاعبين الاجانب. وداني هاملتون بيربح اول فري ثروز لإله بهالمباراة، وبالنسبة لبيروت اول رميات الحرة كمان. طب ليه نادي بيروت ما عندهم رميات حرة؟ لانه ما عندهم بيج مان او لاعب سنتر يقدر يحصل على رميات حره. طب ليه الافريقي ما عنده رميات حره؟ لانه عم بيوصل الباسكت بشكل سهل، كمان لانه ما في ريم بروتكتر لنادي بيروت كمان دفاعيا. يعني نادي بيروت عم بيعاني بالشقين لانه ما عنده لاعب طويل. لما ما يكون عندك لاعب طويل تحت الباسكت او ريم بروتكتر معناها بتتاثر بالشق الدفاعي، وبالدليل المتابعات الهجوميه اللي كسبها الافريقي، زائد ما بيكون عندك حضور تحت الباسكت بالاوفنس، وحتى الامر بيكون صعب على الكوتش جاد الحاج. حلول بتكون اقل، ما عدا ذلك عليه انه يشتغل اكثر على الفاست بريك بوينتس. عموما على الاوفنسيف ريباوند في مباراه اليوم الافريقي عامل 5 لغايه الان. بيروت على مستوى المتابعات الهجوميه ما بيكون عندهم سكند شانس كثير، رغم والله انهم محصلين لغايه الان 3 متابعات هجوميه. هنشوف هاللقطه ليش رجعوا لها الحكام، ما بعرف صراحه. الحكم الدولي السوري وسام زين، ما بعرف ليش رجع لها اللقطة. هل فيها فاول؟ فيها فاول، بس أكثر من فاول. شو 26-15 الافريقي عم بتقدم بهالمباراة بفرق 11 نقطة، وكما ذكرت أعلى فارق عمله الافريقي لغاية الآن هذا الفارق 26-15. شفنا 23-10، شفنا 19-10، وعم نشوف حاليا 26-15. سامحوني 26-15 بالفعل فرق ال 11. نستغل فترة التوقف نرجع كمان مرة. هنا كل الحديث على هالكرة لحمودة. يبدو لي حمودة لامس الخط، هنا لامس الخط، بالتالي التعديل على هالنقطة. من هيك الرجعة. كمان مرة هالاسيست الممتاز لعمر. هل لمس الخط؟ لا، من هالانجل مش واضح، من هالزاويه لا، من الزاويه اللي قبل اوضح برايي. اربع ثلاثيات في حال سجلت هالكره للافريقي من اصل 7. الافريقي اللي مسجل بهالبطوله 53 ثلاثيه من اصل 149، نسبه ال 35%. هذا حموده، قلت اللاعب اللي عم بيلعب موسم رقم 23. وحموده على فكره بهالبطوله عم بفرجينا 18 ثلاثية من أصل 33. ما شاء الله حمودة، نسبة 54%. إذا حسبت 3 نقاط لحمودة، بيستاهل حمودة. 4 ثلاثيات من أصل 7، نسبة 57%. وقلت محمد حديدان قبل هالمباراة مسجل 18 من 33، نسبة 54%. اللاعب نفسه اللي عنده 7 من 11 على الرميات الحرة، هذا هو داني هاملتون. 0 بوينت، لكن لعيب ثقيل تماما. هداف بذكرني قلت بماني هارس زمان لاعب النادي الرياض، لكن داني هارس بالليفل العالي. عموما داني هاملتون اللاعب اللي عنده 72 نقطة في البطولة بيرفع رصيده ل 74.
اللاعب اللي سجل 2 من 2 لرميات الحره، وهي اول رميات حره بالمناسبه لاحد الفريقين مع نهايه الربع الاول. البوزيشن عند مين؟ عند عمر عباده. عمر بيحاول ينطلق، راح سحب الدفاعات، اعطى تمريره عند هيثم سعاده، هيثم بدور على نفسه وهيثم بيربح الفاول وعنده 2 شوتس، ويبدو لي في فاول على جان لوك مخلوف. هذا الفاول الاخير على جان لوك، لا اعتقد الفاول حسب على محمود عويضه. محمود عويضه اللي دفع فيه الكوتش جاد الحاج، قلت عم بيعمل روتيشن كوتش جاد الحاج باللي عنده بصراحه. الاداء اللي قدمه بيروت بهالبطوله يحترم للغايه. 26-17 فرق بينزل من 11 لحدود ال9 نقاط. هيثم راح يسجل واحده ويضيع الثانيه. الاولى ان، لا الاولى اوت. لسه قلت عم بدور على نفسه هيثم سعاده بالبطوله، وبالتالي طبيعي جدا واحده بتنتين. اصلا معدله 3 نقاط في كل مباراه، لكن لاعب جيد لما بيوصل للليفل العالي وتكون عنده فول فوكس راح تكون اموره افضل. واحده من 2 للافريقي مع نهايه الربع الاول على الرميات الحره. 2 من 2 لبيروت، الفارق عن 10 بوينتس. سيطر على النادي الافريقي على دور نصف نهائي بربعه الاول. هايلايتس، نشوف ابرز السلات للربع الاول ورح نرجع ان شاء الله للحديث اكثر في الربع الثاني. نعود من جديد لأحداث الربع الثاني من المباراة. مشاهدينا الكرام، الافريقي التونسي يتقدم اذا 27 مقابل 17 مع نهاية الربع الأول على حساب نادي بيروت اللي عنده الكرة. هذا جوي زلعوم. جوي قلت بالبطولة قدم أرقام رائعة جوي زلعوم مع نادي بيروت. أخذ وقت جيد كمان بغياب طبعا قاعدة الثلاث لاعبين أجانب على أرض الملعب. جوي زلعوم في البطولة عنده 39 نقطة وقدر يعمل 26 ريباوند و19 تمريرة حاسمة بالخمس مباريات. عموما أمامنا نادي بيروت وأمامنا مروان زيادة كمان اللي بدوره أخذ وقت جيد مع الكوتش جاد الحاج. هذا جوي زلعوم. جوي بيحاول الافريقي فيري جود ديفنس. كرة واو الروعة. هالباك سكرين من الشغلات الحلوة للكوتش جاد الحاج، الشغلات الجميلة للكوتش جاد الحاج والشغلات الرائعة لتري جاكسون. الروعة هالكرة. نرجع عند عمر عبادة. باك سكرين، كرة اليوب ودنك لبيروت وعم بيقلص الفرق ل8. الكرة وين؟ عند العباسي اللي بيعمل تشيك ان على ارض الملعب. في فاول تحت الباسكت على جو ابو سمرة. جو ابو سمرة هذا خطأه الشخصي الاول بالجيم. عباسي كان عم بيطلب الكرة، لكن شوفوا المس ماتش الكبير بين جو ابو سمر مثلا ولاعب ارتكاز منتخب تونس والنادي الافريقي. عباسي بعض الاحيان بيتم استدعائه للمنتخب التونسي، مش كل البطولات. عموما مرناوي أسامة صاحب رقم 7، صاحب الرقم 7، صاحب ال7 نقاط. بيعطي هيثم سعاد اللي بيحاول يسجل نقطته الثالثة لكن ضاعت. نو جود. بيروت على الريباوند. في فرصة لبيروت لتقليص الفارق على فكرة. في فرصة. مين محتاج الافريقي ليكون على ارض الملعب؟ محتاج لجوهر الجوادي. مين كمان؟ محتاج لجمال هاجنز. تنين
قد يكونوا، والا بيروت قادر يقلص الفارق على مسؤوليه معلق اللقاء. هنا ثلاثيه لجو ابو سمره، كره بتضيع، لا بترجع. ثلاث ثلاثيات للرائع جو ابو سمره. شو هالجو وشو هالحلا وشو هاللعيب الممتاز. برافو عليك يا ابو سمره. ابو سمره بهالبطوله مسجل 35 نقطه، قبل هالمباراه مسجل 4 ثلاثيات من اصل 18. حاليا في مباراه اليوم مسجل 3 3 بوينتس. الروعه ابو سمره. قلت الفارق راح ينزل الا اذا بدل المدرب الاسباني. اسالني انا بدك تاتي بجوهر الجوادي وتاتي معه بجمال هاجنز، والا بيروت قادر يعملها تاي جيم. كره عند مين؟ عند هاملتون. راح اول ذا واي. هاملتون عم بيضيع ايزي لي اب، والعباسي عم بيرتكب الفاول. على فكره هذا خطا الشخصي الاول على الافريقي بالربع الثاني، وبالنسبه للعباسي هذا خطا الشخصي الاول ايضا في المباراه. الفارق كان 11 عند 26-15. منذ ذلك الوقت بيروت سجل 7 بوينتس، الافريقي سجل نقطه. ما عندي اي شك ان نادي بيروت بيقدر يرجع بالجيم، وما بقدر اقول الا ان نادي بيروت بيقدر يرجع بالجيم في ظل الماتش اب اللي عم بشاهده على ارض الملعب. نعم اي جي انجلش غائب، تري جاكسون بحوار مع العباسي، عم بيكون مباراه بينهم فيزيكال، لكن اعتقد بيقدر يكسبها لانه عنده افضليه يقدر يلعب خارج المنطقه. المدرب الاسباني عنده تبديلات وعنده اسماء كبيره، وهو جهاز فني محترم من النادي الافريقي بالنهايه. عموما انا بحاول اعطيكم تفاصيل المباراه، نحللكم مباراه بالخمسه على خمسه الموجودين على ارض الملعب، مش كنادي على نادي، لا لما بتكلم بتحلل بعض الامور بنحاول نحللها 5 على 5. عموما عباسي عم بيرتكب خطا شخصي ثاني، قلت لكم بيقدر يكسب الحوار تري جاكسون انه عنده قدرات انه يلعب انسايد اوتسايد. وهنا هاملتون ضيع ايزي لي اب، ترجع من جديد ثلاثيه بتخلص الفارق لسله واحده. يا واو مش ممكن شو عم تعمل بهالجيم يا ابو سمره. الروعه ابو سمره، مدهش ابو سمره. ابو سمره نزل الفارق لسله، قلت لكم راح ينزل الفارق وراح تتعادل الارقام. كره وفيها فاول على العباسي اللي بيقدر يسجل وحده ويضيع الثانيه. عموما الفاول الاول على مروان الزيادي بالجيم. 27-25 بالارقام نتحدث. التبديلات قادمة. أعطينا تبديلات يا مخرجنا محمد الكتبي. الآن دفع بجمال هاجنز ليعمل التوازن. الأمريكي بيدخل وهيثم سعادي بيروح على مقاعد البدلاء. الأستاذ محمد الكتبي من أهم المخرجين بالباسكت بول. اليوم نحن محظوظين بتواجده معنا، والعباسي بيسجل الأولى بنجاح. خلينا نشوف الثاني. العباسي نقطته الأولى بالجيم. ما زال الأفريقي محتاج لعيب برا يمسك الكرة أكثر. جوهر لعيب برا بيمسك الكرة أكثر، وإن كان حاليا بيدفع بزيادة شنوفي على أرض الملعب، والعباسي بيقول لا أنا بسجل الثنتين. برافو عليك، جود جوب للعباسي. 29-25. الكرة عند 4 هاملتون. مروان زياد، كرة عند جوي زلعوم. زلعوم اوبن شوت على الثري. محظوظ الافريقي انه هالكرة ضاعت لانها ما فيها دفاع، لكن الافريقي الان عمل شويه توازن. زياد بيقدر يمسك الكره برا، هاجنز بيقدر يلعب تحت الباسكت. الان اصبح الافضليه من جديد ترجع للافريقي. قلت لكم في تفاصيل صغيره، التبديلات هي اللي بتحكم، وحاليا الافريقي عم بيضيع عن طريق المرناوي. طيب مين بيقدر يعمل درايف على الباسكت غير عمر؟ ما حدا. تري جاكسون بيعمل درايف على الباسكت، وتري جاكسون عم بيسجل نقطتين، صار عنده رصيده 11. الكوتش جاد الحاج بيقدر يقلب الموازين. مش ممكن هذا المدرب كم هو مدهش. جاد الحاج الاسباني عنده شغل كثير، ونتمنى له التوفيق هو الافريقي في بطوله البال، وهذا احسن تحضير للنادي بطبيعه الحال. عمر المايسترو على التطبيقات الضايعه. مش قلت لكم الان قادرين يعادلوا الارقام؟ محتاج جوهر الجوادي ليعمل توازن شوي، لانه جوهر عنده درايف على الباسكت، ومروان زياده بيولع الجيم بنقطه الرابعه والتعادل. قلت لكم عنه، ما عندي شك، قلت انه راح يرجعوا. الدليل امامنا 29-29، وان كان المدرب الاسباني لحق نفسه بجمال هاجنز اخر دقيقه، لكن ما كان كافي بطبيعه الحال، ما كان كافي ابدا بطبيعه الحال. 29-29 بيروت والافريقي. جوهر الجوادي على البنش، جمال هاجنز على البنش. جريت كامباك، جريت ديفنس لبيروت. قدروا يسجلوا وقدروا يدافعوا وقدروا يقاتلوا، وامامنا مروان زياده بيستغل تواجده تحت الباسكت بهالتمريره. وهنا تري جاكسون صاحب ال 11 بوينت.
شو هالبداية يا كوتش جاد الحاج، شو هالروعة يا بيروت، شو هالروعة يا الافريقي بالربع الاول. الافريقي تقدم في الربع الاول 27 مقابل 17، 10 بوينتس ليد. الافريقي اللي كان متقدم حتى وصل فرق اعلى، فارق عند 11 نقطة. على فكرة منذ نهاية الربع الاول ولغاية الان الافريقي سجل باسكت ب4 دقائق وبيروت سجل 12 نقطة، يعني النتيجة ب4 دقائق لعب مع الكورتر الثاني 12 تنين. طب ليه؟ لأنه حاولت أشرح لكم إنه الستارتنج فايف للكورتر الثاني للإفريقي ما كانوا بأفضل حال. قراءة ممتازة لبيروت، دفاع ممتاز لبيروت نعطيهم حقهم كمان. ابداع جو ابو سمره، اعطونا اللاعب رقم 6 بجو ابو سمره، لانه جو ابو سمره اليوم مسجل 4 ثلاثيات. وعلى فكره جو ابو سمره في 5 مباريات سابقه مسجل 4 من 18، يعني اللي سجلهم ب5 مباريات سجلهم يا دوب ب 13 دقيقه اليوم. هذا جوهر، هذا جوهر ما بينترك على البنش، ما بينترك على البنش. مش قلت لكم عندك جوهر على الملعب امورك بخير. جوهر جوادي عنده شوت من برا، عنده درايف، عنده ديفنس، عنده كل شيء. وبالتالي جوهر وهاجنز رجعوا. الان افريقي راح يرجع. على فكره مرناوي طلب الكره، ملك التمريرات عم بيعمل شو تايم حاليا. عمر عباده قال له تفضل. شو هالنايس دش يا رجل، شو هالنايس دش يا رجل، مش معقول. عمر عباده، عمر رائع. عباده عم بيقدم تمريرات حاسمه هالبطوله تدرس. 99 نقطه، 39 تمريره حاسمه من عمر عباده في البطوله، وحاليا اول اسيست، لكن اول تمريره حاسمه له على الرايق، على الهدى. شوف هالكره، لا هذا الكره اللي ارتكب فيها فاول، مش الكره اعطى فيها تمريره. عموما 34 29 كره على السايد لاين. ما زال الحوار حاضر هالمره بين جوادي، جوهر جوادي ومين، وداني هاملتون. هذا ابو سمره عم بيكون مان اوف ذا جيم بالنسبه لبيروت اليوم. كره عند هاملتون، هاملتون برصيده 2 بوينتس، بيحاول يعمل درايف. على فكره من احسن الاجانب اللي بيحبوا يعملوا درايف على الباسكت وبيعرف يسجل. ومروان زياد بيحاول يدور على نقطه السادسه لكن ضاعت. التايم اوت المقبل للكوتش جاد الحاج. الفارق نزل لباسكت عند 29 27. منذ ذلك الوقت الافريقي سجل 5 مقابل 2، حاليا 8-2. قد تدفع بكوتش جاد الحاج لتايم اوت. عمر ضيع على الريباوند بلقطه تلفزيونيه. تري جاكسون، جوي زلعوم. شو حلوه هالجيم، شو حلوه هالمباراه، شو حلو اسلوب الكوتش جاد الحاج، وشو حلو روعه اي فريق بدرب الكوتش جاد الحاج، وشو حلو الافريقي دريم تيم البطوله. نعم لما بتشوف هالنجوم الدوليين التونسيين والله كمان ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق بلاعبين اجانب على مستوى عالي في البطوله الافريقيه. وانت اليوم بالعالي يا ابو سمره. فاول ثالث بتروح على البنش العباسي القادم حديدان اللي عم بيلعب قلت موسم 23 بالاكابر بالفريق الكبير. حديدان اللي هز بطوله افريقيا للمنتخبات، منتخب تونس ربحان بطوله افريقيا 3 مرات، منتخب تونس اللي لعب بالالعاب الاولمبيه وتواجد بكاس العالم في سبين، لعب في الالعاب الاولمبيه. ما ننسى عام 2012 كانت اول محطه عالميه بالنسبه للمنتخب التونسي. جو ابو سمره بنقطه 13 بالجيم، ما شاء الله عليك، عم تلعب مباراه ممتازه يا جو ابو سمره. هاي من المباريات اللي بتحتفظ فيها لإلك. 6 من 6 في البطوله على الرميات الحره بالمناسبه. جو 2 من 2 بيرفع رصيده على الرميات الحره في البطوله ل7 من 7. قلت لعيب سجل 4 3 بوينتس قبل هالمباراه، واليوم ابو سمره سجلهم بمباراه واحده. هذا اسامه مدهش المرناوي، والمدهش دفاع بيروت بهالاوقات، دفاع بيروت الرائع. عموما عمر عباده مايسترو، تمرير عن جوهر الى عمر. حلوين الفريقين، حلوين الافريقي، حلو بيروت. شو هالدفاع، شو هالدفاع. الوقت بينتهي وفي تورن اوفر على الافريقي. على فكره هي ثالث كره ضايعه على الافريقي في المباراه. طب كم كره ضايعه على بيروت؟ 3. والله بزقف لكم التنين، والله بزقف لكم الفريقين. 3 تورن اوفر على بيروت، 3 تورن اوفر على الافريقي. بزقف لكم لانه ما بحب اشوف الفرق العربيه بتعمل تورن اوفر عالي بالباسكت بول. النسب ممكن تنخفض، لكن كره مقطوعه لا، تمريره بالاوت لا، كره بدون عنوان لا. بحب نشوف باسكت بول، بنحب نشوف الرننج اب اند داون. وحاليا الكره عند مين؟ عند مروان، بياخذ له محاوله على الثري. بالنوادر نشوفه بياخذ محاوله على الثري، لكن فاهم اللعبه اليوم وماخذ جرين لايت من الكوتش جاد الحاج. حديدان امام ريان هاشم، مس ماتش مش معقول، فرق بالطول وفرق بالخبرات وفرق بالعمر، لكن ريان هاشم وقفوا لحديدان. حديدان قرر يمرر والمايسترو قرر يقطع. وعمر عباده صاحب 99 نقطه بهالبطوله لغايه الان. عمر بالقميص رقم 4 عم بيسجل رابع نقاطه اليوم،
اللاعب اللي عنده 4 تمريرات حاسمه. الزلعوم راح على الباسكت، كره ضاعت. 36 31. وشوفوا هالفاول من ابو سمره، والله فاول ذكي، وان كان عليك يا ابو سمره خطا الشخص الثاني، لكن انت استاذ ومدرسه، انت استاذ ومدرسه. خطا في مكانه. هذا الخطا التكتيكي، نعم هذا الخطا التكتيكي بكل تفاصيله. وقف الفاست بريك، ما في فاول على فريقه. بيعطي نادي بيروت رميات حره، ما دخل بالفاول الترابل، يعني خطأين شخصيين، لانه كلاعب جارد مش مطلوب منه يعمل اخطاء كثير، لانه مش لاعب اللي بيحتك كثير تحت الباسكت. كل هالامور بنزقف لك على هذا الفاول. عموما جوهر الجوادي امامنا، نادي بيروت عم بيضغط فول كورت، الافريقي عنده الكره. 27 نقطه للافريقي بالربع الاول، لغايه الان 9 بوينتس للاسباني. عندك فريق بجنن، عندك فريق حلو، من امتع الفرق العربيه بالباسكت بول. مرناوي، عمر عباده، شنوفي، حديدان، يا سلام يا سلام، مش معقول، ارقام كبيره. جنوني اللي عنده الكره للمرناوي، اسماء كبيره، قلت ان شاء الله بيكون معهم اهم اللاعبين الاجانب، ونتمنى لهم التوفيق. وعلى مستوى الشخصي راح نكون مؤازرين للافريقي في البطوله الافريقيه. كره وين عند هاملتون، في تورن اوفر رقم 4 على الافريقي. 36 31. كره عند هاملتون، مسيطرين عليه تماما. هاملتون عنده فقط 2 بوينتس. ليش قديش معدله هاملتون بالبطوله؟ معدلاته كبيره، ولعيب عنده اختراقات ممتازه، ومعدله بيوصل ل 15 بوينتس. عموما كره ضاعت، كره عند الجنوني، هذا عنده خبرات كبيره، هذا بيعرف امتى يهدى، امتى يمشي اللعب، امتى يسرع اللعب، وامتى يطلب الست اوفنس. حاليا مرناوي، أسامة بيعرف يسجل من داخل من خارج المنطقة، وهنا مع الفيداوي جمبر عم بيضيع. بيروت عم بيقاتل، وحاليا في فاول مروان زيادة. والله يحسب لك بعض المباريات يا مروان زيادة، يحسب لك. على فكرة بطل المباراة الأولى لجمعة الفريقين بالدور الأول كان مروان زيادة، كان واحد من أبطال المباراة، لأنه سجل 6 بوينتس بالأوقات الحاسمة، خلينا نقول بالوقت الأصلي. وإن كان بيروت بعد ذلك حسم الكوارتر او الوقت الاضافي 15 مقابل 3. النتيجه بينهم الشوط الاول، او عفوا في الوقت الاصلي انتهى 80-80، وبيروت قدر يكسب المباراه 95-83. 15-3 كانت النتيجه في الاوفر تايم. مروان الزياده بزيد رصيده حاليا لنقطته الخامسه بالجيم. مروان كمان مره على الفري ثرو لاين، الكرة بتلف بطريقة رائعة. روعة أنت مروان زيادة، روعة يا مروان بروح على البنش، ما شاء الله عليك. هذا الكوتش جورج عائي، وهذا الكوتش جاد الحاج، والإداري النشيط جدا موجود مع نادي بيروت جوزيف عبد المسيح. عموما كرة وين عند الجنوني، بيطلب الست اوفنس. جنوني، شوف جان لوك مخلوف عم بيدافع على هاجنز. الافريقي عند 3 دقائق لعب متقدمين ب3 نقاط. كرة عن جوهر الجوادي، هذا حريف، رمى الكرة بالانسايد، لعيب، مش معقول كيف هالكرة بالارض رماها. حدا يقول لي تمريرة؟ نعم تمريرة عادية، لكن لما تقرأ الملعب بهالطريقة، شوف اخذ البوزيشن، لكن برضه اعطاه بتايمينج رائع. الباسكت بول سبيسنج وتايمينج، كان في سبيسنج لعبة الافريقي، شوف وين واقف الجوادي، وشوف التايمينج بالتمريرة، وهون كسب الافريقي الفاول. جوهر بيحاول جوهر من جديد، صاحب الرقم 21، جوهر بال11 بوينتس. جوهر الجوادي بيعطي هاجنز، بياخذ جمب شوت صعبه شوي، ضاعت. بيروت عم بيعملوا جريت ديفنس، وابو سمره من الطابق الثاني على الريباوند. مباراه بتجنن يا ابو سمره لك اليوم. ابو سمره 14 بوينتس، اول ديفنسيف ريباوند امام عمالقه تونس، امام عمالقه الافريقي بطبيعه الحال. ابو سمره 5 3 بوينتس، لكن ما كان اناني. انسلفش تيم بيروت، انسلفش تيم بيروت. وبدك تلعب مع بيروت لازم يكون عندك البول موفمنت، لازم تعرف تمرر، لازم تكون جماعي. لما بتلعب مع بيروت لازم تعرف تدافع. اليوم الافريقي كمان عاملين 10 تمريرات حاسمه بالجيم، 8 لبيروت. 36-33 الافريقي على الديفنس. كراوين عند تري جاكسون، جمب شوت لتري جاكسون، نقطة 13 بالجيم. بيروت عم بيرجع لفارق نقطة اللي عم بيقدمه بيروت اليوم بغياب اي جي. شيء كبير والله كبير. حاليا حديدان عم بيعترض، ربما هناك في خطأ فني. خلينا نشوف اللقطة اللي عم بيحتاج عليها لعيبة الافريقي، خلينا نشوف اللقطة عشان نعطي كل حدا حقه بدون شك. لكن بتهيأ لي في خطأ فني كمان، يعني وصلنا لتكنيكال فاول، يبدو لي في تكنيكال فاول عم بيتصفر على حمود حديدان، هذا خطأ الشخص الثاني على حمود.
اللقطة هنا الكرة. لا مو هذا المكان أصلا، بعد ما انقطعت الكرة مش بهذا المكان أبدا. عموما تسجلت الرمية الحرة 36 النتيجة عم تتعادل. بيروت عم بيقدم ربع أول، ربع ثاني مخيف للغاية. نادي بيروت عنده 19 نقطة بيروت هذا الربع. كرة لكن برضو الافريقي اللي سجل 27 بيكتفي ب9 نقاط. كرة ضاعت. نعم الافريقي كان سجل 27 نقطة، حاليا 9 نقط. النتيجة بالكورتر الثاني 17 مقابل 9 لبيروت. مروان زيادة على أرض الملعب، في خطأ عم بيتصفر الآن على جان لوك مخلوق، ولوفي عنده خطأين شخصيين، ومروان زيادة بيرجع كمان مرة على أرض الملعب. شوف التعليمات كلها تعليمات سمول ديتيلز، كلها طبعا التفاصيل شو ما كانت التفاصيل عند الكوتش جاد الحاج ملك التفاصيل. هاجنز على الفري ثروز، كيف نسبتك على الرميات الحرة؟ ارتفعت او لا؟ ما ارتفعت لسه للاعب شباب الاهلي الاماراتي السابق، لكن اداؤه عم بيكون جيد حاليا. هذا اللي عنده 7 ريباوند في مباراة اليوم وبلوك، وعنده تمريرة حاسمة، وسجل مرة او مرتين على المسافات المتوسطة. حاليا هي نقطته الخامسة بالجيم. 37-36 دخلنا على اخر دقيقتين. الافريقي منطقيا راح يخرج فائزا، لكن عم بيقدموا بيروت مدهش تماما، خاصه في الربع الثاني. 17 مقابل 10 نتيجه في الكوارتر الثاني. كره عند مين؟ عند مان اوف ذا جيم لغايه الان. واو، تمريره بالارض. مروان بيحاول تحت الباسكت، عم بيقاتل، مش ممكن الزياده، عم بيزيد رصيده ل 8 نقاط في المباراه، وعم بيعطي بيروت التقدم الاول بالجيم. بيروت عم بيتقدموا لاول مره في المباراه، عم بيقلب الطاوله على الافريقي من النتيجه، لكن الافريقي عندهم خبرات، اسمهم العقليه، وحاليا عقليه حلوه على ارض الملعب، هادي كثير. والجنوني باول باسكت بيعطي التقدم لفريقه من جديد. كره ضاعت، مرناوي راح يهدى، الافريقي مش لازم يستعجل. اول تقدم لنادي بيروت بالمباراه. الافريقي اللي كان متقدم ب11 خسر الليد، وهذا الجوهر بثلاثيه، لكن ضاعت. لكن الجنوني اضاع، ورفع فاول من مروان، هو الخطا الشخصي الثاني على الزياده. اول تقدم لبيروت بالجيم عن 38-37. الجنوني فيري كويك سجل اول باسكت له، والجنوني كمان مره راح يكون على الفري ثرو لاين. على الرميات الحره اليوم الافريقي 3 من اصل 4، دائما نسبهم مرتفعه لانهم عندهم لعيبه شويته. على فكره قبل هالمباراه كان عندهم 92 رميه حره ناجحه من اصل 121، نسبه 76%. شو قلت لكم؟ كل امسيه اعطيهم رميات حره راح يسجلوها. 92 رميه حره قبل هالمباراه من اصل 121، وفي مباراه اليوم عم بضيفوا كمان اصبح الافريقي لغايه الان عنده 6 رميات حرة من أصل 8. بيروت 7 من 7، نقول ما شاء الله كمان. برافو بيروت، برافو كول جاد الحاج. صراع كبير، مباراة بتجنن حاليا. 41-38. اللي بيتفرج على روستر نادي بيروت بيعرف شو عم بحكي. ما عنده أي لاعب دولي نادي بيروت بطبيعة الحال، وبغيب عنه AJ انجلش، اللاعب الهداف اللي تعرض للإصابة اليوم الأمس. مباراة حلوة، لكن الحلو كمان على أرض الملعب الجمهور الإفريقي والأداء الإفريقي اللي بيلعبوا فيه بثقة بطبيعة الحال. كرة ضاعت، البوزيشن عند الجنوني، جود باس. الجوهر تأخر لكن عنده خبرات، مش معقول شو لعيب، مش معقول شو بالجوهر، مش معقول. خد قلبي يا رجل، مش ممكن أنت لعيب كبير. شو هاللعيب، شو هالروعة. استلم على لاعبين، بول فيك، ربح من تري جاكسون الفاول رقم 1 وسجل، وعنده الاند 1. 13 بوينتس وعم بيكسب الفاول من اللاعب رقم 13. 13 بوينتس وعم بيجبر تري جاكسون على اول بيرسونال فاول. ومش هيك كمان، بقول الاند 1 راح اسجلها وارفع الفارق ل 6 بوينتس. بيسجلها. اسمه جوهر وبحب جوهر بكل امسيه مع الافريقي اللي بياخذ الليد ب 6 بوينتس. كول جاد الحاج طلب الوقت المستقطع، وجوهر الجوادي عم بيعطي هالجمهور الحلو، جمهور الافريقي، التقدم، وعم بيعطيهم بعض المعنويات. والكوتش جاد الحاج عنده بعض التعليمات لفريقه قبل 36 ثانية على نهاية الشوط الأول.
إذا شاهدنا على منصة الرئيسية سعادة عبد اللطيف الفردان رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وأيضا سعادة 44-38 فرق 6 نقاط. عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي السابق عموما 26 ثانية، نعم السابق 26 ثانية على نهاية الشوط الأول. هذا هو هاملتون، كرة ضاعت، الريباوند عند جمال هاجنز الافريقي، عنده اخر بوزيشن بالشوط الاول. شو رايكم بيسجلها او لا؟ بيسجلها او لا؟ الفريق اللي عم بيقاتل، لكن الجنوني محافظ على كورته، مش معقول هالجنوني الافريقي. 5 ثلاثيات من اصل 15، 5 من 16 تبيروت. الثلاثيه رقم 6 يا شنوفي. مرناوي على الكورنر، مرناوي بيفكر فيها، لكن جوهر اخذ على 3 نقاط، ضاعت لاست تاتش على الافريقي. شوط اول ما في احلى من هيك، 44 مقابل 38. سيطره في الربع الاول للافريقي 27-17. الربع الثاني بيروت عملوا جريت كامباك وتقدموا عن 17-9، لكن خبرة الافريقي رجعت. الربع الثاني انتهى على فكرة 21 نقطة لبيروت، 17 الافريقي، التوتال على فارق 6. راح اترككم مع اللقطات الحلوة للشوط الاول. كل ما بيتعلق بالشوط الاول راح نروح للبريك، وراح نرجع لمتابعة احداث الشوط الثاني من المباراة. تكرموا بالبقاء معنا. شكرا لك أشرف السمارة في الوصف والتعليق. إذن الشوط الأول من قمة الأفريقي التونسي وبيروت اللبناني هنا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها 35، وفي الدور نصف النهائي تنتهي بتقدم الفريق التونسي ب 44 نقطة مقابل 38 نقطة لفريق بيروت اللبناني. شوط أول فيه كلوز جيم نقدر نقول، وفي أيضا الكثير من الجهد الذهني والبدني من الفريقين. مجددا أرحب بضيفي في الاستديو الكابتن أحمد حلفاوي محلل قناة دبي الرياضية. كابتن أحمد، تقدم واقعي بالنسبة للفريق الأفريقي، كلوز جيم، يمكن التقدم حصل في الأجزاء الأخيرة والدقيقة الأخيرة من المباراة.
في البداية أنا عن جد بدي أتشكر الفريقين اليوم. أنا من القلائل جدا لأشاهد مباراة تكون متقاربة بجميع تفاصيل هاي الجيم. نعم. الشوطين اللي قدمون الفريقين على الإطلاق الأرقام متقاربة جميعا. نعم. يعني إذا مثلا تكلمنا على الأسيست رح نلاقي هذا الفريق الأفريقي التونسي 11 بيروت 10. نعم. إذا تكلمنا على 3 بوينت كل فريقين عندهم 5 3 بوينت. إذا تكلمنا على التورن اوفرز نسبة قليلة للفريقين عندهم تورن اوفرز 4-3. فكل الأرقام هي متعادلة على الورقة والقلم، هي الأرقام متعادلة. إذا دخلنا بتفاصيل المباراة أكثر أخي محمد نشاهد فريق الفريقين بس قبل لا ندخل على التفاصيل كابتن أحمد، هذه النقطة نحن تكلمنا فيها قبل المباراة وقلنا أن الأوراق مكشوفة ما بين الفريقين، ما في أشياء يعني أي فريق ما يعرف عن الفريق الثاني، لذلك نحن متوقعين أن المستوى الفني يكون بهذا المستوى. هلا المستوى كتير عالي، المستوى المباراة يعني الفريقين قدموا مستوى عالي، والأهم من هذا أنه الفريقين هن تمسكوا بالفلسفة اللي هن كانوا يبتدوا فيها بداية البطولة. يعني من الضروري أنك أنت لازم يكون عندك تغييرات بسيطة في مباراة النصف النهائي، ولكن أهم شيء تتماسك في الأشياء اللي هي بتحس حالك أنك جيد فيها. يعني على سبيل المثال فريق بيروت هو تماسك بطرق الدفاع المتعددة عنده. نعم. سواء من الملعب بشكل كامل والضغط على صانع الألعاب عمر عبادة. نعم. بس بقراءته لدفاع النصف الملعب. نفس الشيء نحن شاهدنا فريق الأفريقي التونسي كيف كان متماسك بفلسفته الدفاعية بالصلبة بالواحد على واحد بقراءة متنوعة لجميع أنواع السكرين. فهي القصة أخي محمد أنك أنت يكون في عندك قاعدة أساسها مثلا أنك اليوم أنت بدك تعمل دفاع سويتش على هذا السكرين، ولكن كان فريق الأفريقي التونسي مع كل لاعب من فريق بيروت عم يواجه طريقة دفاع مختلفة، وهذا ما أجا من فراغ، أجا من طريقة تدريب وتحضير كبيرة لفريق الأفريقي التونسي. بنكمل على الحالة الدفاعية بالنسبة لفريق بيروت اللبناني، أن خلال 20 دقيقة يكون لاعب بحجم عمر عبادة مسجل 4 بوينتس. هذا النجاح يعتبر لفريق بيروت وهو نقطة سلبية بالنسبة لفريق الأفريقي. هلا يعني اكيد يعني هلا نحن اليوم في ضغط تحسب لمن وتحسب على من؟ هلا اكيد فريق كوتش جاد هو عم يضغط صانع الالعاب عمر عباده، لانه يعني هذا اللاعب دينامو أخي محمد، مو بس دينامو، يعني ما شاء الله عليه طاقة من الروح، طاقة من الإمكانيات، تكنيك عالي، قدرات عالية. فأنت اليوم وقت بتحط ضغط على هذا اللاعب، فالضغط مو بس عليك واحد على واحد، بالعكس هون بتكون عم تحط ضغط بشكل كامل على الفريق الأفريقي التونسي. ولكن من جمالية المباراة كان الفريق الأفريقي التونسي عم يرد عليه بوجود صانعي ألعاب خلال فترة المباراة. شاهدنا جوهر اللي هو كان أيوة. أفضل مسجل 14 نقطة من خلال المباراة، مسجل 3 استفاد من الدفاع بيروت، مركز أكثر على عمر. هلا الدفاعين الفريقين كانوا مركزين على معظم اللاعبي الفريق، ولكن الفريقين كان عم يضغطوا صانع الألعاب. يعني حتى فريق بيروت كان في الأفريقي التونسي عم يضغط جو زلعوم مشان يأخر من تحركات هذا الفريق اللي هو زلعوم هو دائما المحرك الأساسي لفريق بيروت. طيب إذا بغينا نتكلم عن فريق بيروت في الحالة الهجومية، فريق بيروت في الحالة الهجومية اليوم تقريبا اللاعبين اللي هم جوزيف اللاعب رقم 6 وأيضا اللاعب رقم 13 جاكسون مسجلين تقريبا 13 نقطة 27 نقطة تماما من أصل 38. يعني أخي محمد دائما بالطريقة الأوفنس السيت الأوفنس في عندك لاعبين مسجلين، هدول بده يكونوا محور الهجوم بكل سيت أوفنس أنت بدك تعمله تماما. ولكن ميزة فريق بيروت في أدوار متكاملة. يعني إذا شاهدنا لاعب ريان كيف هو عم بيكون أجريسيف على عمر عبادة، فهون أنت بتعطيه الكريدت أكتر. اللاعب هو له مهمات كبيرة، حتى اللاعبين الغير قادرين على التسجيل ولكن هن لهم مهمات كبيرة على المستوى الدفاعي، على المستوى الانضباط التكتيكي، على مستوى قراءة السكرينات بالمستوى الهجومي. فكلها هي نحن صح ممكن دائما نروح للاعب المسجل، ولكن في لعيبة هن عم يساهموا هاللعيبة. هذه النقطة اللي هو
ممكن نحن من خلال المباراة نشوف لاعب غير ظاهر بالصورة النجومية كنجم، كأنه مسجل سكور، ولكن في أرضية الملعب له الكثير من الأدوار، الكثير من الأسيست. مين اللاعب الغامض في بيروت، واللاعب أيضا الغامض في فريق الأفريقي؟ هلا مثل ما خبرتك قبل شوي، انا اليوم المباراه بعتبرها من المباريات القليله اللي انا بشوفها هي مترابطة ومتماسكة من جميع المفاصل. يعني هلا إذا برجع لسؤالك مين اللاعب المتميز، أنا بقول إنه نادي بيروت عم بيعمل كيمستري مع كل اللعيبة، وخصوصا إنه هو قدر الكوتش جاد يبدل 10 لاعبين في خلال هاللقاء الشوط الأول، لأنه المباراة أخي محمد لها استراتيجية. فالاستراتيجية كيف لازم أنت تبتدي بطريقة منيحة، كيف لازم تريح لاعبينك الجيدين، كيف لازم تنهي المباراة باللاعبين الأفضل خلال اللقاء. فهي استراتيجية، هي كيمستري ما بيجي من فراغ ولا بيجي مس من هي البطولة، ولكن هو اجى من تحضير من بداية السنة واللقاءات اللي لعبوها على مستوى الدوري ولا على مستوى المباريات الخارجية. وهذا الكلام بينطبق على فريق الافريقي التونسي اللي نحن شاهدنا حمودة مثلا اللي هو لاعب سنتر عم يطلع لبرا بياخذ الشوطة 3 بوينت، نعم. عم يخفف الضغط عن اللاعبين الجارد. طريقة الفريقين على المستوى الهجوم كمان شاهدنا انه دائما في لاعب سنتر واحد فقط تحت الباسكت اللي هنا عم يستفادوا منه. سنتر فريق الافريقي جمال اللاعب الامريكي هذا كان حاضر عندنا هنا في الدوري الاماراتي مع فريق شباب الليلي في الموسم الماضي. شايف انه اي مردود مختلف عن ما كان عليه في الدوري الاماراتي؟ لا تماما. هلا يعني هون في فريق الافريقي التونسي بيلعب باجنبي واحد خلال معظم المباراه، فهون بده يكون له زمام الامور اكثر من اللاعب اللي موجود في الامارات في لاعبين داخل الملعب ولاعب تبديل. لاعب دائما الجاردز اللي هو واشنطن اللي صحيح يعني لاعب ثقيل ودائما هو عنده الافرج سكور العالي. فهذا الاشياء المختلفه بين اللعب في الدوري الاماراتي والدوري التونسي. طيب أنا وجهة نظري أن المدربين الاثنين عملوا حساب الكوارتر الثالث والرابع، ما دخلوا كل قوتهم في الكوارتر الاول والثاني. تتفق معي اول شيء في هالبوينت ولا لا انا يعني نوعا ما بتفق معك انه هي استراتيجيه للجيم. يعني هو ما في شيء يخبوه لبعدين، لانه المباراه كلوز جيم والمباراه مصيريه والفريقين عم بيواجهوا اول شيء بيروت صاحب اللقب، فانت ما فيك تعطيه راحه في بدايه المباراه، لانه اذا ارتاح فرح يعني تصير مباراه صعبه. ما في ورقه رابحه بيستخدمها جاد الحاج ويفاجئ فيها فريق الافريقي والعكس؟ لا تماما، على العكس تماما، انه هي المباراه هي متماسكه بالاستراتيجيه اللي هن عم يتمسكوا فيها، لانه خلال اللقاءين الفريقين ظهروا بهذا الشيء، ولكن الورقه اللي انت عم تتفضل عليها هو اللاعب البنش اللي بده يجي جاهز بالضبط. واذا نحن تكلمنا على المباراه الماضيه وشفنا اسباب تفوق نادي بيروت على نادي الافريقي التونسي، هن لاعبين البنش اللي اخذوا 26 نقطه خلال المباراه في الدور الاول مقابل 11 لفريق الافريقي التونسي. وهي النقطه اللي انت عم تتكلم عنها أنا أتكلم واللي هي ظاهره فعلا، ظاهره في الاحصائيات. الفريق الافريقي الى الان عنده 4 عناصر ما استخدمهم في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني. فريق بيروت عنده عنصرين ما استخدمهم في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني. ال4 عناصر في الافريقي هذه ممكن تكون مفاجاه لفريق بيروت، او العنصرين اللي في فريق بيروت ممكن يكونوا مفاجاه لفريق الافريقي. هلا خلال اللقاءات الماضيه كان يعني المشكله ما بعتقد هي في عنصر مفاجئ يكون لبعد الشوط الثالث، لانه هون انت بتكون طلعت اللاعب من جو المباراه. بعتقد انه هن دائما عندهم مشكله فريق الافريقي التونسي بهذا الموضوع. الفرق هي عم تلعب ببنش اكثر، فالفريق التونسي عم يعتمد على اللاعبين من 8 او 9 لاعبين خلال اللقاء بشكل عام. طيب شو اللي يحتاجه فريق بيروت عشان يرجع للمباراه؟ فريق بيروت ماشي بطريقة صح، بيحتاج أكثر تفعيل لاعب الارتكاز من تحت السلة، لأنه طريقة الفور اوت اللي هو عم يقدر يلعبها مع اللعيبة الأجانب مع اللعيبة اللي هنا عم بيعملوا كيمستري، فهي طريقة جدا مهمة، ولكن بيحتاج أكثر تفعيل الأمور من تحت السلة عن طريق دخول اللاعبين الأجانب بالقراءة للدفاع السكرينات اللي فرضها عليهم فريق الافريقي التونسي. والافريقي شو يحتاج عشان يواصل الاستمرار التقدم؟
يعني هلا الفريق التونسي هو عمل كثير كرات مس بنسميها من تحت الباسكت. ممكن يكون في تركيز اكثر في ربع الثالث. شكرا لك كابتن احمد. نرجع ان شاء الله بين بعد المباراه. نعم مشاهدينا الكرام، الان نجوم الفريقين عادوا مجددا الى ارضيه الملعب. الصوت والصوره مجددا مع الزميل اشرف سماره. تفضل يا اشرف. شكرا لزميل محمد مبارك وضيفك الكريم. محبي الباسكت بول عبر دبي الرياضية أينما كنتم، نعود ونجدد التحية بكم من جديد. 44 الافريقي 38 بيروت سيمي فاينل بطولة دبي الدولية لكرة السلة بالنسخة رقم 35. وبلش الجد لأنه الآن دخلنا على آخر شوط بالنسبة لأحد الفريقين، خلينا نقول في ظل راح ينافس على تذكرة العبور نحو المباراة النهائية، على اعتبار الخاسر راح يلعب مباراة المركز الثالث والرابع. بعد هالمباراة منتخب الإمارات يقابل نادي الاتحاد الليبي في النصف النهائي الثاني، ونحن هنا في صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، والمباراة راح تنطلق بعد لحظات بطبيعة الحال. الافريقي اللي حسم الربع الاول لمصلحته 27-17 عاد بيروت وعمل 17 مقابل 9 في الربع الثاني، لكن بعد ذلك انتهى الربع الثاني على 21-17 فارق ال6 نقاط. ابرز مسجل النقاط بعناصر هذا الكوتش الاسباني الجوادي جوهر سجل 14، لكن ابو سمره اليوم تعملق كمان ب 14 نقطه منها 4 3 بوينتس. مرناوي سجل 9، تري جاكسون بالنسبه لبيروت سجل 13، حموده سجل 5 نقاط، ومروان الزيادة اليوم ظهر وسجل 6 نقاط. افضل ريباوندر في المباراه جمال هاجنز اللي عنده 9 ريباوندز اللاعب الامريكي، فيما طبعا اهم ريباوندر ببيروت هو داني هاملتون اللي بيعول عليه الكوتش جاد الحاج اللي بيعمل حديث ودي على الخطوط مع جوهر الجوادي. هاملتون عنده 4 ريباوند، وبالمناسبه هاملتون كمان عنده 4 تمريرات حاسمه. ما ننسى عمر عباده اللي عنده الكره حاليا، عمر اللي عنده 4 تمريرات حاسمه في المباراه مع 4 نقاط مع 2 ريباوند. عمر بيخلي رصيده 6. مش معقول، شو هالفينجر رول، شو هالفينجر رول اللي بجنن، شو هالاصابيع الحلوه، شو هالفينش، شو هالسوفت تاتش. 6 بوينتس لعمر عباده. اول باسكت الكوارتر الثالث، كرة عند داني هاملتون. تري جاكسون صاحب الرقم 13 وعنده 13 نقطة في مباراة اليوم. تري جاكسون على الباسكت بيحاول، ما بينجح. تري جاكسون اللاعب اللي عنده افريج 15.8 نقطة بكل جيم. الافريقي راح يرد بقوة على خسارة الربع الثاني. صدقوني هو متقدم صح، لكن خسر الربع الثاني كما ذكرت 21-17. الافريقي راح يرد. شو هالتمريرة يا عمر عبادة، وكاتش اند شوت ضايع على حديدان. عمر قادر يمشي ال10 لعيبه، قادر يمشي مش 5 ولا 4، لا 10 لعيبه عمر عباده بهالتمريرات الحاسم اللي عنده اياها، وهالفيجن الرائع. واسامه المرناوي راح على الباسكت، لكن جريت ديفنس لبيروت. برافو مروان. كرة عند داني هاملتون اللي عم بيعمله نادي بيروت بهالمباراه كبير وكبير جدا بالنسبه لي. غياب اي جي انجلش الافريقي اللي بيلعب ايضا باجنبي واحد طيله احداث البطوله. كمان النادي الافريقي لازم نعطيه كريدت، هذا الفريق اللي قلت عنده دريم تيم اللي بيضم لاعبي منتخب تونس وبيعتمد اكثر على لاعبيه الدوليين التوانسه. في اصابه لزياد الشنوفي اليوم شارك بس قليل. ديكسون ما لعب اي مباراه، وحتى طبعا بسام خليفه مصاب. هذا عمر عباده. النتيجة السلة فقط للإفريقي بالكوارتر الثالث. عمر تمرير عند مرناوي، شوف قديش البول موفمنت حلوة. سكرين ذا سكرينر، دبل سكرين، كرة بتلف من سايد لسايد. خبيرين عم بيلعبوا مع بعض سنوات طويلة. هذا الجيل من أحلى الأجيال اللي بتمر على تونس، من أحلى الأجيال. طبعا ما بدي أنسى جيل
مكرم بن رمضان وصالح الماجري، وهم طبعا عمر عباده معاهم، جوهر الجوادي معاهم، لكن اقل سنا. صالح اللي اعتزل، مكرم بن رمضان موجود ما زال في البرتغال، رضوان بن سليمان الخبره الكبيره بنمصي عليه، رضوان بن سليمان سوبرمان كره السله العربيه. طبعا الكابتن مروان او مكرم بن رمضان اللي عم بيعمل شغل رائع وما زال فتره احترافه في الدوري البرتغالي، واللي اعلن اعتزاله الدولي بطبيعه الحال. عموما كره ضايعه، الريباوند عند جو ابو سمره، وعم تلعب مباريات رائعه. جو بيحاول انه يسجل نقطه 16، لكن جمال هاجنز على ثاني بلوك له بالجيم. بالنسبه لهاجنز 5 بوينتس 10 ريباوندز و2 بلوك بالجيم، ضيق عليه لجو ابو سمره. هي فرصه لعيبه بيروت ياخذوا خبرات كبيره. اداره نادي بيروت بنحسب لها انه بتعطي هاللاعبين الشبان فرصه المشاركه في بطوله دبي الدوليه لكره السله. بيروت اللي فاز باللقب مره واحده، والافريقي اللي بيطمح للتتويج مره ثانيه، مره اولى بالنسبه له وثانيه بالنسبه للفرقه التونسيه، على اعتبار الكابتن عادل الثلاثي مدرب منتخب تونس الحالي فاز مع الفريق الراتسي بالبطوله قبل 6 أو 7 سنوات. نرجع كرة بالانسايد، مروان الزيادة، فيري جود ديفنس الافريقي. هاملتون بياخذ كرة من الداون تاون ضايعة، حمودي على الريباوند. لغاية الآن نتيجة 2-0 في الكوارتر الثالث، ولغاية الآن 5 من 18 للافريقي على الثري بوينتس، 5 من 17 لبيروت. كرة على الثري ضاعت على الريباوند. هاملتون عم بيكون ابرز ريباوندر ببيروت، وهذا الريباوند رقم 5 له هاملتون. هاملتون عنده 4 تمريرات حاسمه، واللي عم بيطلب الكرة، ومسألة وقت انه يسجل بأي لحظة، مسألة وقت انه يسجل بأي لحظة، لكن قرر يمرر لأنه في بريشر عليه. جوهر على الأرض، مرناوي أخذها، عمر طلبها، والحكم بيعطي فاول على ريان هاشم، وهذا خطأ الشخصي الثالث اللاعب الشاب بتشكيلة بيروت. كمان مرة خطأ تكتيكي، أبو سمرة كان مع 2، مرناوي وعمر عبادة. ريان قبل هيك على بكير عمل الفاول. الجمهور الافريقي الحلو، الجمهور الافريقي الجميل، المحب للرياضه، المحب للباسكت بول، والاهم مؤازر لفريقه ومحب لفريقه بشكل جنوني. كرة عند حديدان بيحاول، ضيع حموده على الريباوند. جمال هاجنز بيحاول، ريباوند رقم 11. سلامات، ان شاء الله ما يكون في اي اصابه، مش محتاجين نشوف اي اصابات لاي لاعب صراحه. شكرا لكل اللعيبه لكل الفرق بهالبطوله على هالمستوى الحلو اللي عم بيقدموا لنا اياه. صح البطولة عم بغيب عنها، هنا فيها بوش على تري جاكسون كمان مرت. عموما اليوم في غياب الرياضي، في غياب الحكمة، الفرق اللي تعودنا نشاهدها في بطولة دبي، لكن أنا سعيد بصراحة لنشاهد الفرق السورية كمان ب3 فرق الإفريقي، وعودة الفرق التونسية. إن شاء الله يكون في عودة الفرق المغربية لبطولة دبي. ما ننسى الفرق الأردنية كمان إن شاء الله الموسم المقبل، على اعتبار نادي الفيصلي كان ممكن يشارك بهالنسخة، لكن أعتقد ربما النسخة المقبلة اتحاد عمان مثلا، الوحدات مثلا، الفرق الأردنية. عموما 46 مقابل 38. كرة عند عمر عباد للمرناوي، مرناوي تحت الباسكت، جود جاب لكن مسروقة. بيروت بأول باسكت له بالجيم حاليا بالكوارتر الثالث. أبو سمرة بيربح فاول، لا ما فيها شيء، هنا في تكنيكال فاول يبدو لي، في خطأ فني للاعتراض على مين؟ على جو أبو سمرة، مش محتاجه أبدا أنت. ما بدك إياها أبدا. أولا لا فيها فاول، وأعتقد ما بعرف شو قال للحكم، لكن هذا خطأ شخصي ثالث كان ممكن يعني ما يتم احتساب خطأ عليه، لكن ما فيها فاول. ما بدك العصبية أبدا، لسه عم بقول عنك عم تلعب بطريقة ممتازة، خليك مركز، ما بدك كل العصبية. عشان كمان مثل هيك لي اب ما تحاول تفنش، حاول اعمل كونتاكت اقوى مع الديفنس، روح ما تقلق من الدفاع، يعني ما تقلق من الدفاعات. 46-38 عمر عباده ما عم ينجح على الرمية. نرجع دائما الكرة عند جوهر جوادي. جوهر نادي بيروت 0 بوينت في الكوارتر الثالث، حتى الافريقي مسجلين سله فقط. جمال هاجنز تحت الباسكت، كرة ما فيها فاول ابدا على بيروت. تري جاكسون عنده فاول واحد. ابو سمره ب3 اخطاء شخصيه، ريان هاشم ب3 اخطاء شخصيه، مروان زياده بخطأين. على مستوى النادي الافريقي حمودي عنده خطأين شخصيين حاليا. شوفوا هالديفنس من جوي زلعوم، جوي عم بيلعب بطوله ممتازه والله، جوي عم بيلعب باداء رائع جدا. الكرة عند المرناوي، ريان هاشم بجريت ديفنس، خطأ الشخصي الرابع لازم ما ترتكبه على بكير. مرناوي مش ممكن، بيج باكيت لك، روعة روعة روعة.
أسامة مدهش مرناوي بنقطة 12 بالجيم. روعة أسامة الإفريقي بسادس 3 بوينتس من أصل 20 بهالمباراة. الإفريقي اللي في قبل هالبطولة مسجل 53 بيرفع رصيده ل 59 ثلاثية. وحاليا 3 بوينتس عن طريق مين؟ لسه عم بتكلم عنه، جوي زلعوم اللي عم بيسجل اول 3 بوينتس له بالجيم. جوي عم بيرفع رصيده من ثلاثيات في البطوله ل 10 3 بوينتس بسادس المباريات. وحاليا جوهر الجوادي جوهر الجوادي استاذ لعب، استاذ لعب، استاذ فوتورك. 16 بوينتس لجوهر الجوادي ملك الديفنس. يا جماعه اتركوا الجيم وتفرجوا على جوهر الجوادي شو عم بيعمل على ارض الملعب. جريت ديفندر، لما توصل الكره بفرجيك قديش استاذ. وهذا مايسترو، هذا مايسترو اسمه عمر عباده. عمر هذا الاستاذ عنده فوتورك رهيب، بيعرف يهدى، بيعرف يطلب الكره، عنده ليدرشيب ممتازه. جوهر الجوادي بتروح بتطلب توقيعه باي لحظه، بكل امسيه، بكل مباراه. وعمر قصه كبيره، عمر رح يعطي تمريره حاسمه. لا، راح على الباسكت وعم بيتحدى. ومروان زياده بخطا شخصي ثالث. والله يا مروان كمان انت عم تلعب بطوله جيده، عم تلعب بطوله جيده، عم بتأدي دورك. شوف الان عمل الهيلب بعد ما اصلا هو عم بيدافع على جمال هاجنز، يعني عمل روتيشن وقدر يساعد الزملاء، وعم بيرتكب خطأ شخصي الرابع. اعتقد في خطأ، هذا خطأ الشخصي الثالث وليس الرابع. اعتقد مروان زيادة هذا خطأ الشخصي الثالث وليس الرابع. ما بتصور انه هذا خطأ الشخص الرابع على مروان زيادة. خلينا نشوف. مروان عم بقول انا ما عملت فاول ثالث. وين الرابع؟ اعتقد هذا الخطأ الشخصي الثالث على مروان. طاقم التحكيم راح يتدخل، حلوا الموضوع. اذا خلاص هذا خطأ الشخص الثالث. نعم شوف الاشارة الثالث. مع حق مروان، مع حق مروان زيادة زادوا له فاول. وهذا لويس أنطوني بيحاول يزيد الفرق، هو فريقه حاليا فرق 10 نقاط. عمر عبادة على الفري ثرو لاين، بيسجل عمر عبادة. النتيجة 8 مقابل 3 بالكوارتر الثالث. بيروت ما سجل إلا 3 بوينتس واحدة عن طريق جوي زلعوم، وبالتالي داني هامilton تري جاكسون المفروض ياخذوا مسؤوليتهم. لكن هذا كمان مؤشر قد الدفاع القوي اللي عم بيعمل الافريقي. قلت الافريقي ما راح يهدى، راح يحاول يدفع بيروت ثمن خساره الربع الثاني. شوف الجديه للافريقي وشوف الروعه لبيروت تحت الباسكت. يحاول تري جاكسون، عباسي بيدخل، وهذا ثالث بلوك لبيروت للافريقي. كره في تايم اوت للكوتش جاد الحاج، وفي ثلاثيه قريبه، في ثلاثيه قريبه لمين؟ للافريقي. بول موفمنت، لا تاخر المرناوي، طلبها جوهر، طلبها جوهر، ما اعطاه الجوهر، اخذها المرناوي على التطبيقات. مش ممكن قلت لكم في 3 بوينتس قريبه. المرناوي عم بيسجل 3 بوينتس، نقطته ال 15 بالجيم. 15 بوينتس للمرناوي، 16 بوينتس لجوهر الجوادي. شو هالفريق اللي بجنن. 56 و41 فرق ال 15 نقطه. 7 3 بوينتس للافريقي بهالمباراه. الافريقي اللي بيرفع عدد رميات الثلاثيه بالبطوله ل 60 رميه ثلاثيه بطبيعه الحال. قديش 60 رميه ثلاثيه؟ 180 نقطه سجلها الافريقي على الارك. هي واحده منهم لاسامه مدهش مرناوي. قالها راحت شاتها، والكره عم بتكون بالسلو موشن هيك سواش مش معقوله من استاذنا المخرج محمد الكتفي ومن المدهش المرناوي. 15 بوينتس هو البيجست ليد. هذا اعلى فارق للعقليه الافريقيه الممتازه، العقليه اللقب النادي الافريقي، المنظومه الكبيره بعالم الرياضه بتونس. صغار كبار المحبين، مش معقول شو روعه انت، مش معقول شو روعه انت. عم بشوفك بعد 4-5 سنين بهالقاعه ان شاء الله، ليه لا؟ وهي طبعا دعوه للافريقي يكون حاضر بكل بطوله، لانه جمهوره حلو وجمهوره رائع بطبيعه الحال. رائع ولا مش رائع هالجمهور؟
مش معقولين، ما بيهدوا على ارض الملعب ما شاء الله. عموما 15 بوينتس ليد للافريقي. الكره دائما عند ريان هاشم، ضغط كبير الافريقي بالكوارتر الثالث من المباراه. الكوارتر الثالث بتكون النتيجه فيه 12 نقطه مقابل 3. نادي بيروت ما سجل اي رميه حره، ما سجل اي نقطه من المسافات المتوسطه، هي فقط شوطه جوي زرعون من خارج المنطقه. شو يعني؟ يعني في جريت ديفنس، يعني في دفاع مرعب، دفاع ما عم بيرحم، لكن بيروت بيعرف يتاقلم، وحاليا بيروت ما تاقلم بهالكره وضيع الكره امام الدفاع الكبير. هذا السادس تورن اوفر على بيروت في الجيم. 6 تورن اوفر بعد 26 دقيقه، هذا رقم ممتاز. 6 تورن اوفر بعد 26 دقيقة، هذا رقم ممتاز. بالنسبة للافريقيا على فكرة مضيعين الكرة 5 مرات، كمان رقم رائع، رقم رائع. قلت بحب الفرق العربية بالباسكت بول تتفرج على هيك مباراة وتشوف 4-5 تورن اوفر مع نهاية الكورتر الثالث، يعني 6-5 تورن اوفر، 11 على الفريقين مع نهاية الربع الثالث. هذا شيء رائع جدا. هيثم سعادة على البول سكرين، مرناوي كاتش اند شوت، هيز اون فاير، لكن هالمرة ضيع. تري جاكسون على الريباوند. بالنسبه لتري جاكسون هذا رابع ريباوند له، اللاعب اللي عنده 13 نقطه بدور على نقطه 16، والحكم بيحتسب الفاول. يبدو لي على مين؟ يبدو لي على مين؟ على مين هذا الفاول اللي احتسبه الحكم الدولي السوري وسام زين؟ على على عباسي، على عباسي في مكان اخر في عالم ثاني. عموما هذا رابع اخطاء عباسي. المدرب الاسباني مساعده راح يقول له عنده 4 اخطاء شخصيه، خلينا نبدله. عنده على البنش هاجنز، وعنده على البنش حموده. 4 فاول على عباسي. هذا تري جاكسون بيحاول 1 ل1 تمريره، كرة على 3 نقاط، على 3 نقاط الضايعه من جوي زلعوم. النتيجه 12 مقابل 3. تري جاكسون عم بيقطع هالكرة، لكن السؤال ليش مدرب الافريقي مخلي عباسي على ارض الملعب ب4 فاول؟ مش محتاجه ابدا. عنده حموده وعنده شنوفي بيقدر يلعب كلاعب يعوض مكانه ويلعب ب1 بيج مان هو الاسعاد. عموما مرناوي بيحاولوا على الباسكت. شو هالمرناوي يا جماعه؟ مش معقول. لكن كمان مخلوف على الريباوند. برافو جون لوك مخلوف. الكره عند هاملتون. مش عاجبني انت اليوم يا هاملتون، مش ادائك الكبير يا هاملتون. هاملتون 3 نقط، لكن كمان لازم نعرف انه عم بيلعب مع لعيبه ما بترحم دفاعيا، لعيبه بتعرف تدافع. منتخب تونس عنده خبرات كبيره. ان شاء الله حتى المنتخب التونسي بيرجع لمكانه الصح، لانه كان سفير اكثر من رائع باخر 15 سنه للباسكت بول العربي، سواء بكاس العالم او حتى ببطوله افريقيا او حتى بالاولمبيكس، على اعتبار كان حاضر بلندن. هذا الاسباني اللي بلاده فازت ببطوله اوروبا 4 مرات وابطال عالم مرتين 2006 و2019، وهذا الامريكي اللي عم بيحاول، لكن المرناوي من الويك سايد اجى دافع وعمل الهيلب وقطع الكره. عم يفرجينا ثقافه ممتازه على المستوى الدفاعي وتمركز رائع اسامه المرناوي، رغم انه ايضا مهاجم ممتاز اليوم عنده 15 بوينتس. كره عن جان لوك مخلوف، سفير كره السله اللبنانيه عم بيعاني بالكوارتر الثالث نادي بيروت. الكره عند جو ابو سمره الى جو زلعوم، جوي زلعوم، جوي بيحاول، جوي 1 ل1. كرة عند تري جاكسون، تري بيحاول امام 3 لعيبه. شوف الديفنس القوي. عباس بيعطي عمر، عمر عم يدور على تمريره حاسمه، لا دور على الباسكت لكن عم بيضيع ايزي لعب. المباراه رح تشتعل على فكره. ابو سمره سلامات. ريان هاشم ان شاء الله ما تكون في اي اصابه. الف سلامه عليك. مش ناقص نادي بيروت اي اصابه بعد اصابه اي جي انجلش. نادي بيروت هذا السيزون عنده 14 فوز في لبنان وعنده 7 فوز و7 خسارات. هذا ابو سمره، هي اللقطه الاخيره. بيتألم. ألف سلام عليك، إن شاء الله ترجع بالسلامة. بيروت راح يقابل هومنتمن في الدوري يوم الاثنين المقبل، عفوا يوم 9 فبراير. وراح يلعب مع نادي الحكمة يوم 15 فبراير. تمريرة كرة جوهر الجوادي، جريت ديفنس. عمر هالمرة ما راح يفكر باللي اب، راح يفكر يهدى ويعطي تمرير لأي لاعب بيعمل كت على الباسكت.
عباس سعادة عمر بول سكرين عمر نايس موف لكن ما تسجل. ريان هاشم لغاية الآن بيروت 3 نقط ب8 دقائق أو ب7 دقائق ونص ما نكترهم. تري جاكسون كمان كرة ضايعة. هيثم سعادة على الريباوند بيعطي الكرة عند عمر عبادة. مرتاح الإفريقي وعمر بقول خلينا نهدى. على المستوى البدني بيروت خلص ما ضل شيء عنده على المستوى البدني. ما بعرف عملوا ربع ثاني مخيف دافعوا بقوة عم بيلعبوا مباراتهم السادسة. لاعبين محدودين عند الكوتش جاد الحاج بدنيا ما بعرف قديش ممكن يكملوا. بنش الافريقي اقوى. اللعيبه اللي عند الكوتش الاسباني لويس انطونيو اكثر من الكوتش جاد الحاج. طبعا كمان لازم نعطي الكريدت للافريقي لانه عم بيلعب باجنبي واحد اللي هو جمال هاجنز الموجود على البنش حاليا. بالنسبه لديكسون ما لعب مع الفريق. كرة عن جويز الأم. هاملتون بيحاول يمر. ايمن الطرابلسي على ارض الملعب واحد من اللاعبين اللي عم بيدافع بطريقه ممتازه. كره ضاعت. الطرابلسي على اول ديفنسيف ريباوند بيعطي الكره دائما عند المرناوي. هذا اشرف المرناوي. اشرف من وين جبته؟ هذا اسامه. اسامه مدهش مرناوي بيحاولوا على الباسكت. اشرف القنوني موجود على مقاعد البدلاء والعباسي عم بيعمل بول فيك. كرة على الكورنر لقطها مثل السوبرمان. عباده راح لوين عند لوفي لكن جريت ديفنس للوفي. توصل عند تري جاكسون. دفاع رائع الان. هيثم سعاده عم بوقف تري جاكسون من اول الملعب. تري عم بفكر بدرايف على الباسكت وعنده رميات حره بعد قليل. عم بفكر بدرايف على الباسكت وعنده رميات حره. عنده رميات حره. لا عكس الكره عند جويز العوم. جوي تمريره مش معقول شو حلوه هالتمريره لكن عبره بالتسجيل ولوفي ما ضيع له ابدا الاسيست لجويز العوم بالجيم. بالنسبه لجان لوك مخلوف هاي اول باسكت له بالمباراه. وبالنسبه للزلعوم هذا رابع تمريره حاسمه له. اللاعب اللي عنده قبل هالمباراه الزلعوم قبل هالمباراه عامل 19 تمريره حاسم بيرفع رصيده في التمريرات الحاسمه ل 24. طرابلسي بياخذ كره على 3 بوينتس الضايعه على ايمن طرابلسي. نسب الثلاثيات عم تنزل عند الفريقين. 7 من 23 للافريقي 6 من 23 لبيروت اللي ما سجل الا ثلاثيه واحده بهالكوارتر. كرة جامب شوت عند هاملتون. مش معقول شو عم بذكرني بتحركاته بشكله بسايز اللي عنده اياه ماني هاريس. نفس السايز نفس الشكل نفس طريقة اللعب. وهاملتون نقطته الخامسة بالجيم 56 45. محاولة الضغط للكوتش جاد الحاج وحاليا في فاول وهذا الفاول رقم 4 على ريان هاشم وزملائه. على فكرة بالنسبة لريان هاشم كمان الخطأ رقم 4 أصبح في 4 فاول على ريان هاشم 4 فاول على محمد عباسي بتشكيلة الافريقي. هم اللاعبين الوحيدين عندهم 4 فاول. النتيجة بالمناسبة بهالأوقات عم بتكون 12 مقابل 7 بالربع الثالث. مرناوي كاتش اند شوت على 3 بوينتس والربع الثالث عم بينتهي على آخر شوط 56 45 الفارق 11. النتيجة كانت 56 41. بيروت سجل 4 نقاط دون رد لكن أعتقد الإفريقي كان ممكن يوسع الفارق أكثر وأكثر. هذا رأيي الشخصي. كان فارق عند 15. أعتقد بدنيا نزل بيروت وبالتالي هذا أقل نقاط للفريقين بطبيعة الحال. الربع الأول 27 نقطة للإفريقي مقابل 17. الربع الثاني 21 17 لبيروت. الربع الثالث 12 7 النتيجة. السكور عم بيقل. يعطيهم العافية اللعيبة كمان. هاي عم نتحدث عن مباراتهم رقم 6 بالبطولة. لعبوا 5 مباريات وهي السادسة.
إذا بنرجع على أرض الملعب وشو هالحالة. نقول ما شاء الله الجمهور الافريقي صغار كبار الكل حاضر، اطفال عم بيحضروا عم بيتابعوا الافريقي على صغر، عشق الافريقي من الصغر بحق لهم اكيد. 56 45 محبي هذا الفريق القادم من باب جديد اللي عم بيتقدم بفرق 11. عموما هاملتون على 3 نقاط ضايعه. عمر عباده واحد من اهم اللاعبين بالبطوله. عمر حتى يستاهل يكون انذهب الافريقي بعيدا بهالبطوله افضل لاعب في البطوله. مين كمان؟ اسامه مرناوي. طب مين من الفرق الاخرى؟ محمد بشير الساعدي من الاتحاد الليبي كمان اللاعبين المدهشين جدا، يستاهل يكون اهم وافضل لاعبين البطوله. يعني عندنا محمد بشير الساعدي وعندنا قيس عبد اللطيف من منتخب الامارات وعندنا ديشاندري واشنطن وعندنا عمر عباده وعندنا اللي اب وعندنا الدرايف وعندنا نقطتين جداد لإله وبيرفع رصيده ل 10 نقاط. عمر عباده اللي عم بتحدث عنه، اللاعب اللي عنده 5 تمريرات حاسمه وعنده 3 ريباوند. 58 مقابل 45. كرة لوين؟ عند جوي زرعوم. هناك العديد من اللاعبين ما بدي انسى حدا، لكن حاولت اعطي اهم اللاعبين بالاربع فرق المتبقيه. وحاليا تري جاكسون عم بيسجل نقطته ال 15 بالجيم، هو عنده افرج 15 نقطه بالبطوله. عموما هذا عمر عباده غدا ما بتحذر له ابدا، بيقدر يمرر، بيقدر يسجل، بيقدر يركض، بيمشي اللعب، بيهدي اللعب. واسامه مرناوي هداف من الطراز الرفيع وعنده 15 نقطه في مباراه اليوم. هذا هو اسامه مرناوي. اسامه على فكره عنده قبل هالمباراة 91 نقطة، بيرفع رصيده ل 100 وقد ايه 100 وقد ايه 106 وحاليا الطرابلسي عم بيضيع. أسامة مرناوي صار برصيده 106 نقاط بالبطولة، 91 قبل هالمباراة وحاليا 15 بوينتس. كرة عن تري جاكسون، تري 1 ل1 راح من حمودة، مر وحمودة عمل روتيشن، قال له أنا خبير، قال له أنا خبير، أعطونا حمودة، أعطونا الحديدان، قال له أنا اسمي محمد حديدان. 23 موسم على التوالي مع الفريق الاول. شوف تخلص منه صح، لكن عمل هيلب هنا، وضع يد، هذا الروتيشن تمشي اوتوماتيك، هاي الايد اوتوماتيك، هي مش محتاج لياقه بدنيه ولا محتاج سرعه، هي بالخبره. العقل قال له الكره مرت من هون وشالها باليد، لاست تاتش على حموده. 58 45 بيروت تحت الضغط، وحاليا الوقت بينتهي، وقلت الحاله البدنيه للكوتش جاد الحاج وفريقه عم تنزل على هالجهد الكبير اللي قدمه في الربع الثاني وخلال مجريات البطوله بطبيعه الحال. في تورن اوفر على بيروت الاسباني، لسه الموسم طويل امامك وامام فريقك الرايح على البطوله الافريقيه والبطوله التونسيه، والكوتش جاد الحاج عم بجهز بيروت ليحتك اكثر واكثر في الدوري اللبناني اللي عنده فيه 14 فوز 7 خساره و7 فوز. كرة عند عمر عباده، عمر 10 بوينتس 5 اسيست 3 ريباوندز. أسامة مدهش مرناوي عنده دربلر، عنده دربل، عنده درايف، وعنده فيدوي جامبر. كرة ضاعت، بحاول يعمل فيدوي جامبر، الحكم اجبره على خطأ هجومي الان، او احتسب عليه خطأ هجومي لانه الدفاع اجبره على ذلك. فيري جود ديفنس ابو سمره، روعه ابو سمره. ابو سمره عمل جريت ديفنس هنا، وحاليا عمليه الدفع هنا باليد فيها فاول اول على المرناوي. أسامة في هالبطولة 91 نقطة 23 ريباوند، واليوم أسامة بيرفع رصيده من الريباوند في البطولة ل 29 ريباوند بالمناسبة. كرة عند هاملتون، بيروت عنده دقيقتين 3 ممكن يعمل فيهم رجعة، لذلك الإفريقي عليه أن يستغل ذلك. يعني من الكوارتر الثالث لغاية الآن بيروت سجلوا 9 نقط بس. من الكوارتر الثالث لغاية الآن بيروت سجل 9 نقط بس. على الجانب الآخر الإفريقي مش أفضل كثير 14، لكن قلت الحالة البدنية والبنش عند الإفريقي أكثر من الكوتش جاد الحاج، وبالتالي الإفريقي الكل بالكل يحاول يرفع الفارق وينهي المباراة لمصلحته، لأنه بيروت بيقدر يلعب دقيقتين 3 ممكن يرجع بالمباراة. عموما عمر بيحاولوا على الباسكت، وعمر لعيب يحصل على رميتين حرتين، برافو عمر. البدايات مع النادي الرادسي لعمر عباد. في تبديل يبدو لي الطرابلسي بيروح على على البنش، مش راضي، بقول له انا لسه ما لعبت على ارض الملعب، بتفهم لعبت الباسكت بول. جاي لك وقتك في يوم من الايام يا طرابلسي، ما عليه حد يقول لي لاعب كبير بعض الاحيان
ممكن تكون لاعب كبير وتاخذ بعمر 42 سنه افضل لاعب بدوريك. زي عم نشوف رضوان بن سليمان ما شاء الله عليه ما زال بيلعب. حتى لو رحنا على الدوري الاسباني بنلاقي لعيب زي مارسيلينو ويرتاس نجم المنتخب البرازيلي ولاعب فريق تنريفي بيتم اختياره افضل لاعب في اسبانيا بعمر ال 41 سنه. وحاليا جمال هاجنز عم بيرتكب فاول على تري جاكسون. نعم نجم المنتخب البرازيلي المعتزل اللي عمره 41 سنه مارسيلينو ويرتاس تم اختياره افضل لاعب في الليغا الاسبانيه لا ليغا اي سي بي بعمر ال 41 سنه. عشان نعرف انه العمر مجرد رقم، ما عليك الا تهتم وتلعب وتضلك محافظ على مستواك بطبيعه الحال. 60 مقابل 47. هذا هو تري جاكسون بينجح بالرميه الحره الاولى بعد ما سجل عمر عباده على الرميات الحره. تري جاكسون 16 بوينتس برصيده. تري نقطه ال 17. عمر عباده اللي بلش قلت عن النادي الرادسي التونسي اللاعب اللي بيطلب الكره. هذا هو جوهر الجوادي لعب في الدوري الفرنسي، لعب للمنستير، لعب لاتحاد جده السعودي، للوحده الدمشقي، للاهلي المصري الافريقي، لعب محترفا في الدوري المغربي. كلها ارقام كبيره لعمر عباده. بطل تونس 5 مرات وبطل كاس تونس 5 مرات وبطل افريقيا وهو الاهم على مستوى الدولي مرتين مع المنتخب التونسي هو وحمود. عموما كره عند مرناوي بيحاول يمر بياخذ جام شوت على الميد رينج راحت وهنا في تورن اوفر على الافريقي. الفرق 11. التعب واضح على كلا الفريقين على فكره، مش مباراه كبيره لكلا الفريقين. الجام شوت اللي اخذها اسامه المرناوي، اسامه طبعا اللي بدايته كانت بالقيروان، هو ابن مدينه القيروان. اسامه المرناوي اخذ شوت مع الثواني الاخيره، معناها في دفاع كبير عم بيكون حاضر للكوتش جاد الحاج اللي عم بيحاول يقلص الفارق. 60 49. شوف الان عم بيحاول يشتغل ذهنيا، ما عم بيشتغل بدنيا. ذهنيا النتيجه 4-4 بالكوارتر الرابع. 4-4 بالكوارتر الرابع. الكوارتر الثاني نزل، الثالث نزل اداء 12-7. ريان ثلاثيه قد تكون مؤثره جدا. ريان هاشم بدك شغل كثير بالثري بوينتس يا ريان، بس ترجع لبيروت. حاليا هاملتون. ريان هل راح تروح عند ريان هاشم؟ لا، بيتدخل حديدان بالقدم. هذا حموده. شفت تدخل حموده بالقدم ليقطع الكره. 60 مقابل 49. نرجع ل 14 سكندز ريست للوقت لل 14 للهجمه. ال 14 ثانيه. جوهر عم بيدافع. اعطونا الجوادي، اعطونا جوادي. هذا هاملتون بيحاول يمر، عم بيعاني. الافريقي صعب دفاعيا لكن برضه الافريقي هجوميا. عمر لازم تترك الكره سريعا يا عمر. تو ماتش دربل برايي. كره على 3 بوينتس. جوهر الجوادي بنقطه ال 19 قريبه لكن ضاعت. النسب بتنزل على فكره كثير على تعب. نزلت النسب 7 من 26 للافريقي على 3 بوينتس، 6 من 25 لبيروت على 3 بوينتس. هذا الفاول على اسامه مرناوي رقم 2 بالمباراه لمصلحه ابو سمره. ابو سمره كمان جو عامل 14 بوينتس، 4 ريباوند او 5 ريباوند و2 اسيست. وهنا الجوي زرعوم صاحب 3 نقاط. لكن السؤال ليش ما عم بتشوت؟ ليش ما عم تاخذ شوتاتك بما انك عم تقدر تسجل؟ عموما ريان اعتقد بيروت لازم يعطوا شوي. جوي زرعوم مشوه شوي. كثير دربل لبيروت، كثير دربل، كثير تلعب فردي، ولما بتلعب فردي بضيع الكره. لا، والمهم كمان بالباسكتبول لما تلعب بشكل فردي زميلك ببطل يعرف شو بتعمل على ارض الملعب. لما بتلعب بشكل فردي زميلك ما بيعرف امتى يرجع للديفنس، امتى يعمل سيفتي، امتى ممكن يحاول يعرف انه ممكن التقط الكره بالاوفنسيف ريباوند. لانه لما بكون عارف زميلي شو بيعمل معناها بيكون عندي تايمينج حتى على الاوفنسيف ريباوند. لما بكون مش عارف شو بيعمل معناها ممكن سله فريقي تتلقى ايزي باسكت، وحتى انا ما بعرف اي مكان ممكن اتواجد فيه على ارض الملعب. عموما عمر عباده موجود في كل مكان. عمر جود باس صعب كثير. كره ضاعت. الريباوند عند ابو سمره رقم 6 بالجيم. هاملتون، داني هاملتون درايف فيها فاول. الافريقي صار عامل 4 فاول. بيروت عنده فاول واحد. الكوتش جاد الحاج وفريقه عنده فرصه ذهبيه. فرصه ذهبيه، نعم فرصه ذهبيه. بما اني انا كفريق عامل فاول واحد متبقي 5 دقائق، باي واقرب وقت مستقطع راح اعطيهم التعليمات للعيبه نادي بيروت يكونوا اقوى دفاعيا حتى لو تصفر فاولات، حتى لو تصفر فاولات. بالنسبه للافريقي اي فاول على الافريقي راح يكون في رميات حره لبيروت. كره تسجل لتري جاكسون. تري جاكسون 19. على فكره التايم اوت الاسباني قريب. التايم اوت الاسباني قريب. مين عنده الاسباني على البنش؟ مين عنده على البنش؟ الاسباني ما عنده حاليا على البنش. ما يغيره عنده فقط وقت مستقطع قريب جدا. بيروت الان حسوا انهم بيقدروا يرجعوا بالجيم.
حسوا انه بيقدروا يرجعوا بالجيم. التايم اوت قريب. الكوتش جاد الحاج عم بيحرك اللعيبه على المستوى الذهني بدنيا نازلين على مسؤوليتي انا تحديدا. بيروت قادرين يرجعوا بالجيم. اي باسكت لبيروت. الافريقي مطالب بوقت مستقطع. 60-54. الافريقي المفروض يكون اقوى دفاعيا لانه فقد البوصله هجوميا. 60-54 نتيجه قريبه. 60-54 نتيجه قريبه. جوي زرعون بيحاول على الباسكت. ضيعتها جوي زرعون. مش مكانك. وحده دان على الريباوند. كره ضاعت. 60-54 نتيجه قريبه. يلا 60-54 نتيجه قريبه على مسؤوليه معلق اللقاء. مش ممكن 60 مقابل 54 ووقت مستقطع بطبيعه الحال لنادي الافريقي. 4 دقائق و21 ثانية وبنقول الحمد لله على التوفيق وقراءة المباريات. إن شاء الله أكون موفق لأعطيكم كل التفاصيل وحتى الأحداث المقبلة في المباراة. إذن 60 مقابل 54 ثلاثية جديدة عم بتكون لبيروت. وعلى فكرة بيروت هي 7 ثلاثيات في المباراة من أصل 26 بالنسبة لهاملتون. عم بيسجل نقطته الثامنة. اللاعب اللي عنده 5 ريباوندز و5 تمريرات حاسمة. أربع دقائق 21 ثانية أمام المنصة الرئيسية وأمامنا الجمهور الجميل جدا جمهور النادي الأفريقي. مش معقول الكوتش جاد الحاج بأقل الحلول قادر يوصل وقادر يوصل بيروت لدور النصف النهائي. ومش هيك كمان قادر يحرك اللاعبين. والآن التايم اوت اللي تحدثت عنه بأقرب تايم اوت راح يعمل بيروت قوة دفاعية ولو حتى بالفاول. راح يرتكبوا أخطاء على راحتهم ما عدا ريان هاشم، لأنه ريان هاشم بيرتكب فاول معناها شو؟ معناها 5 فاول بيودع، لكن راح يكونوا كثير اجريسيف. شوف الآن قال لهم عندنا فاول واحد، الافريقي عنده 4. ممنوع أي لاعب يسجل ايزي باسكت. جمال هاجنز بياخذ جمب شوت لا ضايعة. بيروت ممكن يعمل اليوم خلينا نقولها واحدة من المباريات اللي ما بتنتسى بعالم الرياضة بعالم الباسكت بول. والافريقي بيقول لا. هاملتون باك تو باك هيز اون فاير. 60-57 داني هاملتون نقطة 11 بالجيم. 8 ثلاثيات بيروت بالجيم. قد يفعلها بيروت اليوم وقد تكون من المباريات الأغرب بالباسكت بول. المباريات اللي ما بتنتسى أبدا إنه يفوز بيروت. لا طريقة اللعب وطريقة الأداء. والمرناوي بيقول لا نحن راجعين. كرة ضاعت. الإفريقي بيتوقف عن التسجيل. شو عندك حلول يا الإسباني؟ طب وين حلول الإفريقي حتى أحللكم المباراة؟ الإفريقي نيكست باسكت للإفريقي راح تكون ايزي باسكت وما راح تكون 5 on 5. السلة المقبلة للإفريقي راح تكون 5 on 5. لا ما راح تكون 5 على 5. راح تكون ايزي باسكت. طب الايزي باسكت كيف بيجي الايزي باسكت عزيزي المشاهد؟ من الدفاع القوي. هذا المدرب الإسباني وفريقه عشان تخلي فريقك قوي هجوميا لازم فريقك يكون قوي دفاعيا. شو يعني؟ لازم يكون قوي دفاعيا، عنده الريباوند وعنده الايزي او الفاست بريك بوينت. حاليا الريباوند لهم. وين الرننج جيم؟ الرننج جيم راح تكون سله سهله. 5 on 5 بيروت اقوى. مور اوفر بيروت عنده 3 فاولات يرتكبهم بدون رميات حره. ابو سمره عم بيرتكب خطا شخصي رابع في المباراه ليوقف الهجمه ويرتب فريق ودفاع فريقه. عمل خطا شخصي وهذا طبعا كلها تعليمات الكوتش جاد الحاج. شو هالجيم وشو هالروعه وشو هالحلا. صحيح كسكور قليل وكأوفنس قليل وبرسنتج يعطيهم العافية الفريقين، لكن بهالتكافؤ وبهالروعة. على فكرة النتيجة بالكوارتر الرابع عم بتكون 12 نقطة لبيروت، 4 فقط للإفريقي. الإفريقي اللي سجل 27 بوينت في الربع الأول، 4 لغاية الآن في الربع الرابع. 3 دقائق عبادة. المباراة الأولى بينهم انتهت 80-80 بالوقت الأصلي وانحسمت بالوقت الأصلي أو الإضافي 15 مقابل 3. وحاليا 2 هاند سلام دانك لجمال هاجنز. اذا جمال هاجنز سجل على متابعه هجوميه وما نجح بيروت باول لقطه عن طريق جوهر الجوادي. جود جاب لجمال هاجنز اللاعب الامريكي بتشكيله الافريقي بيرفع رصيده ل 7 نقط مع 11 ريباوند. كر عند مين؟ عند صاحب الاربع ثلاثيات في المباراه جو ابو سمره. عند هاملتون. جوي زلعوم سجل وحده، الثانيه على الطريق، لا ضاعت الريباوند. لا ستاتش على حموده. البوزيشن لبيروت.
البوزيشن لبيروت ما فيها شيء يا حمود، ما فيها بوش يا حمود. بحب اعطي كل لعيب وكل فريق حقه تماما. فيها بوش؟ لا، فيها تعب على حمود. نقول له يعطيك العافيه صاحب 40 سنه، لكن ما زال عم بيقدم نفسه بموسم الثالث والعشرين بتاريخه مع الفريق الاول بالباسكت بول، وهذا الكوتش جاد الحاج. 62 57 دقيقتين و42 ثانيه. كرة بيروت عم بيلعبوا باسكت بول رائعه. هاملتون شعلها بثلاثيتين ورا بعض وعم بيشعلها باللعب، وحمودي على الريباوند بقول نحن موجودين. الحديدان عم بيربح ريباوند رقم 6 له بالجيم. حمودي 5 نقاط، 6 ريباوند و4 تمريرات حاسمه، وهذا المدهش اللي ممكن يوقف شوي الكامباك لنادي بيروت، لانه عنده تمريرات حاسمه رهيبه. هاي واحده منهم حمودي اخذها. واو، جود باس جود كاتش. روعه لفريقي جمال هاجنز. 4 نقاط متتاليه، وحاليا الافريقي مسجل بهذه الكوارتر 8 نقط، 12 مقابل 8، وعم بيبعدوا شوي وبيريحوا نفسهم ب 7 بوينتس، لكن لسه بدري. دقيقتين و15 ثانيه على المواجهه التونسيه اللبنانيه الرائعه في الباسكت بول. شوفوا جمهور الافريقي الجميل جدا في كل مكان في الملعب. مش معقول عشق الافريقي يا اخي، حتى شاهدت لهم العام المقبل وعلقت لهم على مستوى كرة اليد. مش معقولين كمان. جمهورهم حضر، كانوا بطولة دولية على مستوى كرة اليد وكانوا حاضرين، وحاليا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسخة رقم 35 جمهورهم حاضر وما غاب أي مباراة من لحظة وصول الفريق لغاية الآن. 64 57 البوزيشن عند نادي بيروت، عند رايان هاشم. بريشر عم بيعمل الكوتش الاسباني. 4 فاولات على الافريقي، اي فاول برميات حره، خطأين شخصيين على بيروت. كره جود باس من رايان هاشم، جو ابو سمره بيلقطها ولا كانه عم بيلعب 7 موسم له مع الفريق الاول. الكره عند هاملتون الى رايان هاشم، ورايان هاشم ببيج باكيت حاليا. 3 بوينتس اولى له بالجيم. رايان هاشم، ورايان هاشم عم بينزل الفال ال4. كوتش جاد الحاج مش معقول انت. 5 نقط لرايان هاشم صاحب ال5 نقاط بالجيم. كرة عند عمر عبادة. نترك الإحصائيات وشوي مع اللحظات الأخيرة. قبل دقيقة و40 ثانية بترك الإحصائيات، ما بتكلم بالأرقام، بتكلم باللقطات، واللقطات عند المرناوي، والريباوند عند مين؟ عند تري جاكسون. مباراة تقف على 4 نقاط، على سلتين. جوي زلعوم لعيب كبير، عرف انه المكان مش مكانه، عرف انه الشوط مش لإله، اعطى الشوط الى لاعب عنده 11 نقطه وسجل 30 قبل شوي. الكره عند ريان، بيتردد جو ابو سمره، بيحاول يعمل درايف على الباسكت وعم بيرتكب خطا هجومي. جود كول لحكم اللقاء، روعه الحكم الدولي السوري وسام زين. فيها تشارج، نعم. ليش؟ لانه جوهر استاذ، مش قلت لكم جوهر استاذ؟ عند جوهر تنتهي الأمور، عند الجوادي بيحكم بالأحكام. جوهر جوادي أستاذ كبير، دفاعيا مدرسة، هجوميا جوهر الجوادي. 16 بوينتس لجوهر الجوادي، عذرا على الأرقام لأنه لازم نعطي اللقطات حقها. جوهر عمل هيلب سايد بجنن، وقف، أجبره لأبو سمرة على أن يودع المباراة بالخطأ الشخصي الخامس، وقدر يكسب منه التشارج. المدافع القوي بالباسكت بول اللي بيعمل فول ديناي على الكرة، المدافع القوي بالباسكت بول اللي بيعمل جريت بوكس اوت، اللي بيحجز منيح، المدافع القوي في الباسكت بول اللي بيعمل شات داون للاعب المهاجم وبيقلل من نسب تسجيله، والمدافع القوي بالباسكت بول اللي بيعرف كيف يربح التشارج، اللي بيعرف يضع جسمه لفريقه رغم انه في اصطدام، ورغم انه شيء مش سهل على فكره كلاعب توقف وتكسب التشارج. جوهر الجوادي فعلها واعطى كره الافريقي حاليا، لكن بيروت بيستحق الاحترام. بيروت ما زال على ارض الملعب، وعمر عبادي وبيروت وجها لوجه حاليا بدبل تيم. جوهر هذا الاستاذ عنده الكره، هدى اللعب. عمر على فكره بيروت عندهم 1 مور فاول تو جيف، يعني بيقدر يعملوا فاول ويوقفوا الهجمه.
لكن جاد الحاج قال لهم روقوا، عندنا 8 ثواني 7 6. هذا جوهر راحت عند الأستاذ مر عمل سبين، قال له تفضل، قال له ولا يهمك، قال له بيسجل. مش ممكن الأستاذ عمل كل شيء بالباسكت بول ممكن ينعمل. أعطونا جوهر الجوادي بهاللقطة. مش قادر أشوف هيك لقطة، هيك لعيب وأهدى. مش ممكن هاللقطة. شوفوا هالدرب، لا قبل هيك على بكير أنهى فيها كل الباسكت بول عند اللاعب رقم 21. على بكير أخذ دربل، عمل سبين، سحب الثاني، قال له تفضل. مش ممكن. كل الحلا بجوهر الجوادي. عموما جمال هاجنز على الفري ثروز. شكرا لمخرجنا الاستاذ محمد الكتبي وكل فريق العمل اللي بيحاول يعطيكم احلى اللقطات، نحلل لكم المباراه بادق التفاصيل وشو عم بيصير على ارض الملعب. وجمهور الافريقي بعده شغال، وريان هاشم بخطأه الشخصي الخامس. بيروت بعده عم بيقاتل ولو باقل الحلول. مش معقول يا بيروت، شو هالفريق يا السيد نديم حكيم رئيس نادي بيروت، شو هالفريق اللي عندك، شو هالروح يا جود الحاج. فريق ما عنده خبرات دولية بلعيبته نادي بيروت. رغم ذلك ورغم إصابة AJ انجلش ورغم كل شيء بيأتي ولسه الحظوظ عنده قبل 52 ثانية على المباراة. هاجنز عم بيسجل رميته الحرة الأولى بنجاح، وهي نقطة العاشرة وهي نقطة ال11 بالجيم. 66-60 الافريقي في المباراة النهائية بيفصلوا عن المباراة النهائية 52 ثانية، لكن بالباسكت بول ما في شيء مستحيل أبدا عزيزي المشاهد. الفريقين انتهت المباراة بينهم في الدور الأول 80-80. مروان بيعطي مين؟ هاملتون بحاول ينزل فرق عن 3. ضاعت الكرة والكرة عند الافريقي 42 ثانية. حاليا أي فاول على بيروت برميات حرة. الافريقي في المباراة النهائية، الافريقي لغاية الآن في المباراة النهائية 4 فاول على كلا الفريقين. من أول مباراة في البطولة قلت هذا الافريقي، وأنا بقرأ التشكيلة وأنا بشوف التشكيلة بقولوا لي الجوادي والمرناوي والشنوفي وعباده وسعاده وعباسي واسماء، لا اسماء رهيبه. نتمنى لهم التوفيق في البطوله الافريقيه بطبيعه الحال. وحاليا في المباراه النهائيه وعم بلفوا الكره على طريقتهم التوانسه، عم بلفوا الكره على طريقتهم الافريقي، والاستاذ عنده الكره، عنده 4 ثواني وقد ياتينا بلقطه. عموما هنا المدهش مرناوي، مش قلت لكم مدهش من الداون تاون. أسامة مدهش مرناوي بنقطة 18 بالجيم. 69-60 الافريقي في نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسخة رقم 35. مشاهدينا الكرام 16 سكندز على النهاية، 16 ثانية على النهاية مشاهدينا الكرام. نعم 16 ثانية على النهاية مشاهدينا الكرام. والافريقي بيتقدم، وهذا الاستاذ وبجنبه المدهش والمايسترو عباده. فريق حلو، وبيروت اليوم كان رائع. بس اليوم بيروت رائع؟ لا، بكل البطوله بيروت رائع. اعطونا بيروت، اعطونا جاد الحاج. ما زال عم بيقاتل المدرب اللبناني. قلت باقل الحلول وبلاعبين لسه ما عندهم خبرات دوليه وباصابه AJ انجلش. طبعا ما ننسى انه حتى الافريقي عنده اصابه مايك ديكسون اللي ما لعب معهم، لكن الجود بالموجود. وحاليا التمريره الحلوه والاسيست الرائع من جوهر. وشوفوا هالبول فيك وهالكره اللي تدرس للمرناوي. 15 بوينتس للمرناوي، 16 بوينتس للجوادي، 11 نقطه لجمال هاجنز بالجيم. هم ابرز المسجلين للنادي الافريقي. ما ننسى طبعا عمر عباده، لانه عمر عباده في مباراه اليوم ورجنا 12 نقطه، 5 تمريرات حاسمه و3 ريباوند. على الجانب الاخر بيروت تري جاكسون 19. ابو سمره كنت رائع اليوم يا جو. ابو سمره ب 14 نقطه منهم 4 3 بوينتس. ريان هاشم، جو زلعوم، كلهم لعبوا بطريقه رائعه. وحتى هاملتون اليوم ظهر بنقطه 19 بالجيم. الافضليه للافريقي ب9 نقاط، والوداع لبيروت راح يلعبوا على المركز الثالث والرابع. مرناوي اصبح رصيده 18 وليس 15. 18 نقطه، سامحني يا اسامه المرناوي، برصيدك 18 نقطة. وأسامة المرناوي بنكمل وبنقول رفع رصيده ل 117 نقطة بالبطولة. كرة تحت الباسكت، وحاليا نقطتين عم بيسجلها نادي بيروت اللي عند أو 108 نقاط لمرناوي في البطولة. ونادي بيروت اللي لسه عم بيقاتل على حظوظه لآخر لحظات. بقول نحن ما بنستسلم أبدا لآخر لحظات. محمود عويضة سجل باسكت، اللاعب اللي أمامنا قادما من البنش. وبالنسبه لمحمود عويضه هي اول باسكت له بالجيم. الفاول حاضر، ومرناوي على الرميات الحره. مرناوي قبل المباراه
مسجل 91 نقطة، حاليا عنده فرصة يسجل نقطة 20. $111 نقطة في حال سجل هالرمية الحرة في البطولة. اليوم 19 وهي نقطة 20 عم بيكون توب سكورر الجيم. إذن 20 نقطة لأسامة مدهش مرناوي. لكن ما تنسوا شو عمل الأستاذ اليوم اللي اسمه جوهر الجوادي ولا المايسترو عمر عبادة. ألف مبروك للإفريقي التونسي مشاهدينا الكرام، تأهلهم للمباراة النهائية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة. ألف حظ أوفر. وما تنسوا شو عمل بيروت، كانوا بيروت قدم بطولة كبيرة، قاتلوا للآخر وخسروا على فارق 9 نقاط، 71 مقابل 62 مشاهدينا الكرام، 71 مقابل 62 قدر يكسب فريق الافريقي على بيروت. اجواء حلوه، مبروك لمحبي الافريقي التونسي، حظ اوفر لمحبي نادي بيروت. انا اشرف سماره، بتمنى تكونوا استمتعتم معي بهذا اللقاء. بدي اتشكر مخرجنا المبدع الاستاذ محمد الكثي. ما ضل شيء احكيه الا راح نذهب لزميل محمد مبارك وضيفه الكريم لحديث اكثر عن هالمباراه. تفضل زميلي محمد مبارك. شكرا لك أشرف سمارة. إذا الأفريقي التونسي يعبر محطة الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة على حساب فريق بيروت اللبناني ب71 نقطة مقابل 62 نقطة لفريق بيروت اللبناني. حقيقة مباراة في الشوط الثاني أو في الكوارتر الثالث